جدا بفريقها في الوقت الذي نشاهد المدرجات الفارغة التي لم تمتلئ اليوم كما كان المعتاد خلال لقاءات الديربي خلال سنوات خلت، وهي الصورة التي أعطت لهذا الديربي مكانة أولى ضمن مختلف الدربيات التي يعرفها العالم. إذا الجمهور يرجع الفضل له في الترتيب العالمي على مستوى الديربي، ورغم أنه غابت عليه المعطى التقني في الكثير من المقابلات. إذا بعد قليل تعطى انطلقت هذه المقابلة. وأذكر المشاهدين الكرام أن الفريق المغرب التطواني هو الذي احتل المركز الاول ب 46 نقطه، متبوعا بفريق الكوكب مراكش 40 نقطه، الفتح الرباطي في الرتبه الثالثه 38 نقطه، الوداد البيضاوي في المركز الرابع ب 35 نقطه، والرجاء البيضاوي في المركز الخامس 33 نقطه، رفقه فريق حسنيه اكادير الذي انهزم بالامس بميدانه امام فريق اولمبيك خريبكا، في حين الدفاع الحسني الجديد يحتل المركز السابع ب 32 نقطه ب 19 مقابله، اي ب 4 مقابلات ناقصة، في حين الجيش الملكي في المركز الثامن ب 29 نقطة. وبسرعة ننتقل إلى الزميل مصطفى طلال الذي يستضيف أحد لاعبي فريق الرجاء البيضاوي. ونستضيف زميل حسن فتح رشيد سليماني لاعب فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. ديربي بطعم خاص رشيد، اليوم الرجاء تواجه الوداد. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه تنشكروا هذا الجمهور اللي جاي يساندنا اليوم. احنا واعيين بالمسؤوليه اللي ملقات لنا في هذه المقابله، مقابله ما تكون سهله رغم الظروف اللي تيمر بها الفريق الودادي، ولاحظنا الجمهور اللي شبه غائب ديالهم، ولكن احنا هاد الظروف تنعرفوا المقابلات ديال بيننا تتلعب داخل الملعب، اللاعبين واعيين المسؤوليه عليهم، وان شاء الله غنقدموا كل ما لدينا في هذه المقابله. شكرا رشيد السليماني. معي بن عاشور الحارس الاحتياطي لفريق الوداد الرياضي البيضاوي. بن عاشور، ديربي يعني بمواصفات خاصه، غياب جمهور فريق الوداد، حضور مكثف لجماهير الرجاء، كيفاش كتشوف الديربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا هذا الجمهور واخا اللي جا قليل باش يساند الفريق ديالو. كنتمنوا من الله الجمهور يعود للميادين كما ديما كما كنعرفوا. هذا جمهور الوداد فريق جمهور كبير ما تيتكلم على نفسه. واش كانت شي استعدادات خاصه لهذا الديربي؟ ضروري كانت استعدادات، ماشي كما اللي كيعرف الجميع. الحمد لله دابا اللعابه عقليه عندهم شويه كبيره باش نبقاو باش يقوموا بمقابله كبيره ان شاء الله، ونربحوا ان شاء الله. لما لا. شكرا بن عاشور الحارس الاحتياطي لفريق الوداد الرياضي البيضاوي. اليك الخط حسن فتح. شكرا مصطفى، شكرا لكل المشاهدين. لو امكن بالنسبه للاخ العمري اننا نشاهد الاستجوابات التي قام بها الزميل مصطفى او يقوم بها الزميل مصطفى طلال بين الفينه والاخرى بارضيه الملعب مع اللاعبين الذين يشاركون خلال هذه المقابله. اذا نشاهد جزء من الاحتفالات، جزء من الشعارات التي ترفع خلال هذه المقابلة التي تجمع بين فريق الوداد وفريق الرجاء البيضاويين. إذا نذكر المشاهدين مرة أخرى بتشكيلة كل فريق: فعقيد، محمد لمسن، مراد، الخالق، أيوب، عطوشي، أمين، رابح، يوسف، كوني، بكري، وسعيد فتاح، فابريس أوندا، ما يقول مالك، وبالرابح محمد الكرتي، وليد. هذا بالنسبة لفريق الوداد البيضاوي، في حين فريق الرجاء البيضاوي الذي يقوده المدرب البنزرتي العسكري زكريا الهاشم، محمد الحاج، دريسا كوليبالي، فيفيان مابيدي، كوكو متولي، جور صالح، عصام الرفعي، وعادل الكاروشي. هذا بالنسبه لهذه المواجهه التي نتابعها الان بين فريق الوداد والرجاء، والشعارات رائعه حقا، والطريقه حتى في رفع هذه الشعارات
اللي كيخلي هذه الشعارات تكون عندها الجماليه ولو في حد ذاتها انها تكون هناك منافسه من الجهه الاخرى، من الفريق الاخر، من الجماهير الفريق الاخر، في اطار التنافس للابداع والخلق. اذا تكتيكيا وتقنيا كان ناجح المستوى التيفو، نتمنى انه تكتيكيا وتقنيا يكون ناجحين الفريقين بجوج على رقعه الميدان. الملعب هذا شيء اكيد. بالنسبه لفريق الوداد فحتى الان فاز في 9 مقابلات، تعادل في 8 وانهزم في 5، سجل 25 هدف وسجل عليه 19 هدف، في حين الرجاء البيضاوي فاز في 9 تعادل في 6 وانهزم في 6 وسجل 24 هدف وسجل عليه 12 هدفا. اذا اعطيت انطلاقه هذه المواجهه بين فريق الوداد والرجاء. اذا الكره في اتجاه اللاعب الصالحي اللي ما تمكنش دائما عند فريق الوداد، لكن كترجع مرة أخرى كانت عند اللاعب الخليقي اللي كرد الوراء، ترجع عند حارس عقيد محمد حارس مرمى فريق الوداد البيضاوي الذي يعوض الحارس المياغري الذي يغيب عن هذه المقابلة رفقة اللاعب جروتن، وأيضا اللاعب جروتن أحد العناصر الأساسية داخل الفريق، وأيضا عمرو هشام. بالنسبة للأرقام اللي أعطيتنا الآن سي حسن، فدفاعيا الرجاء تمتاز على الوداد، وهجوميا الوداد فعالة مقارنة مع الرجاء، وهجوم الرجاء عادت له الفعالية في الدورات الأخيرة 12 هدف في 4 مقابلات. شيء أكيد. إذا الكرة مرة أخرى عند الحارس العسكري اللي كيمرر دائما محاولة لفريق الرجاء البيضاء عند لاعب الكاروشي كتضيع منه، كتمريرة كانت جيدة في نهاية المطاف، كانت في اتجاه مابيدي ضائعة مرة أخرى عند فريق الوداد البيضاوي عند الخليقي. إذا كنلاحظوا أنه من خلال الأرقام هذه محاولة لفريق الوداد البيضاوي، لكن نبه الدفاع ديال فريق الرجاء وتمكن من الكره وكتصبح هجوم، كان يمكن يكون خطا لكن اللاعب الراقي يتمكن من الكره. دائما محاوله لفريق الرجاء البيضاوي والحكم يطلب يعطي الامتياز. الكره دائما عند اللاعب الصالحي في الجهه اليمنى اللي كيحاول يبرر، بالفعل كيبرر محاوله لكن الحارس عقيد كيتمكن من الكره. وكنلقاو بانه من المفارقات انه اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي عندهم اقمصه بالابيض والاحمر والارقام مكتوبه ايضا بالابيض. من بعض الاحيان انه من صعوبه الارقام تكون واضحه بالنسبه للمتتبعين. محاوله لفريق الوداد البيضاوي من الجهه اليمنى لكن الحكم سيد جيد يقول خطا سنرى لصالح فريق الوداد البيضاوي. ينفذ سعيد فتاح الجهه اليسرى ضائعه لكن كتمشي تماس لصالح فريق الوداد البيضاوي. كانت المحاوله بوسط اللاعب متولي هو الذي اخرج الكره للتماس، كترجع مره اخرى والحكم يعلن هذه المره خطا لصالح فريق الرجاء البيضاوي. اذا الوداد البيضاوي اللي بفضل المقابلتين السابقتين لا ضد اولمبيك خريبكا ولا اولمبيك كاسابي رجع للسكه الصحيحه ويامل الاستمراريه من خلال هذه المقابلات. نعم كان فريق الوداد قد فاز على اولمبيك كاسابي بهدفين صفر وفاز على اولمبيك خريبكا بميدانه هذا الاخير بهدفين لصفر. اذا المحاوله لفريق تبويه جسدي جيد، محاوله لفريق الوداد البيضاوي الجهه اليمنى، محاوله للتمرير لكن عند الحارس العسكري بكل سهوله. اذا نظن كاين واحد النوعيه ديال جس النبض بالنسبه للفريقين، مازال حتى شي واحد ما مغامرش هجوميا اكثر، لو بلوك محطوطين في الوسط في انتظار ما هو افضل في مستقبل الدقائق. والكره عند اللاعب الهاشمي في اتجاه اللاعب كوكو الراقي الذي تحدث الاخبار عن عدم حتى الان يرغب في تغيير الاجواء. ربما هناك محاوله اقناعيه من فريق الرجاء البيضاوي لتجديد عقده عند مابيدي تمريره للجهه اليمنى. دائما محاوله لفريق الرجاء البيضاوي وتمريره لكن تبع الدفاع ديال فريق الوداد. هجوم مضاد سريع بوسط سعيد فتاح، انطلاقه جيده، هجوم تمريره كنظن بعيده بل تمكن منها اللاعب فابريس
دائما محاوله لفريق الوداد البيضاوي، لكن كوكو كان في المكان المناسب وتمكن من الكره كتبقى هجوم مضاد. حتى المسانده ما كانش عند اللاعب في هذه اللقطه هذه. نعم، ولو انه كانت التمريره الاولى ديال اللاعب سعيد فتاح كانت جيده، وكانت تمريره اللاعب فابريس. اذا محاوله مره اخرى لفريق الوداد البيضاوي من الجهه اليمنى، انطلاقه كاين خطا، بالفعل كاين خطا لصالح فريق الوداد البيضاوي. اعلن حكم التماس، وايضا الحكم السجيد حكم الوسط رضوان جيد يساعده عبد الله النسيس، وايضا كمان الرغراشي، ومندوب المقابله زكريا عاصم. من خلال البدايه ديال اللقاء كيتضح بانه شريف كيعتمد على انظمه وكونيف على الاطراف لبناء العمليات على الاطراف، وبالتالي السياسه ديال شريف باينه في البدايه ديال اللقاء، هو الاعتماد على الاطراف اكثر من غيرها من المراكز الاخرى. نعم، وضربه الخطا وفي التنفيذ اللاعب سعيد فتاح هو اللي غادي ينفذ هذا الخطا. فقط جوج لاعبين اللي باقيين في الدفاع ديال فريق الوداد البيضاوي. اضافه تمريره وخروج الحارس العسكري امام كاين خطا بالفعل ديال جوج لاعبين ديال فريق الوداد، الحارس العسكري. اذا الحكم السجيد يعلن خطا لصالح فريق الرجاء البيضاوي. اذا كان هناك المحاوله العسكري للتدخل، لكن الاصطدام اعطاه ضربه خطا. الخطا ياتي في الدقيقه السادسه دون محاولات يمكن تهدد مرمى الحارس عقيد ولا ايضا مرمى الحارس العسكري، ودائما حركه دائبه على مستوى المدرجات الجاليه اليمنى لفريق الرجاء البيضاوي. الجماهير لم يهدأ لها بال منذ ان حضرت هنا لارضيه الميدان ابتداء من الساعه 2 والنصف. الاعداد والاستعداد ليكون الاحتفال بالنسبه لهذه الجماهير في مستوى التطلعات. اذا كره مره اخرى من الجهه اليمنى عند اللاعب الهاشمي، عند كوكو تمريره جيده عند اللاعب الصالحي، لكن كره كتضيع كترجع مره اخرى. الحكم يعلن عن خطا على مشارف مربع العمليات ضد لاعب بالرباح. هذا هو اللي كنتمنى ما نشوفوش في هذه المقابله، هو الاحتجاجات على الحكم بهذه الطريقه، لانه غادي تخرج اللاعبين من المقابله. والخطا ارتكبه اللاعب رابح، ولكن الاحتجاج كان من اللاعب بالرباح. اذا الخطا على مشارف مربع العمليات، وابرز فرصه ستكون لفريق الرجاء البيضاوي بعد بدايه هذه المقابله كان الخطا اللي نفذ اللاعب سعيد فتاح بالنسبه لفريق الوداد. ونشاهد مره اخرى الخطا الذي ارتكب اللاعب صالح. بالنسبه لفريق الرجاء بناء العمليات ديالو كتعتمد على المرور دائما على الراقي وكوكو. هذا كيتضح لنا بانه البنزرتي كيعتمد على البناء الهجومي من خلال الراقي وكوكو. نعم، إذا فرصة من سيكون في تنفيذ هذه ضربة الخطأ. من المعتاد أنه اللاعب ياجور كان هو أحد أبرز المنفذين لضربة الخطأ اللي كتكون على مشارف مربع العمليات. الآن سنرى أظن اللاعب الراقي هو الذي سيتكفل بتسديد هذا، في حين نلاحظ أن اللاعب ياجور هو ضمن الحائط وليس في تنفيذ ضربة الخطأ الذي يأتي في الدقيقة 8. هذا الحارس عقيد أحد العناصر الشابة في صفوف فريق الوداد البيضاوي. إذا الراقي متولي وأيضا اللاعب الكاروشي أيهما سيكون منفذ لضربة الخطأ، ولكن أظن أنه صاحب الرجل اليمنى، لأنه كنعرفوا أنه اللاعب كاروشي ينفذ بالرجل اليسرى. اذا تنفيذ ومباشره في يد الحارس عقيد اللي بكل سهوله كيتمكن من هذه الكره، ما شكلت عليه اي خطوره. محاوله لفريق الوداد البيضاوي، هجوم مضاد، انطلاقه جيده، لكن هناك اللاعب والحاج اللي كان في مكان مناسب والمضايقه ديالو اعطت النتيجه ديالها، وبالتالي ضاعت الكره على فريق الوداد البيضاوي ومشات لتماس الكره عند الخالقي. تعود مره اخرى دائما عند فريق الوداد. الخالقي عند اللاعب ايفونا مالك، وتغيير الاتجاه للجهه اليسرى. دائما محاوله لفريق الوداد البيضاوي، تدخل الدفاع وكره تماس لصالح فريق الوداد البيضاوي. بالنسبه للفريقين كيلعبوا ب 4-2-3-1. تمركز كتله الفريق كتكون في الوسط،
لا هناك ضغط على علي ولا وجود لضغط تحت. وهذا الاختيار ربما ديال البنزرتي ولا ديال الشريف هو تجنب شر كل مفاجاه قد تطرا في اي لحظه. إذا كانت هذه محاولة لفريق الرجاء البيضاوي بواسطة اللاعب كروشي، لكن أعطت ضربة خطأ. نشاهدوا المراوغة الجيدة ديال اللاعب كروشي، وبالتالي الكرة عند فريق الرجاء البيضاوي عند اللاعب مابيدي. محاولة دائما عند ياجور محاولة ما كاينش خطأ يقول الحكم. كتنطلق هجوم مضاد لفريق الوداد البيضاوي. دائما صراع الكرة، تدخل اللاعب الراقي كيتمكن من الكرة عند كاروشي. كانت التمريرة تكون خاطئة لكن تمكن اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي كترجع مرة أخرى عند الهاشمي. وهجوم مضاد لفريق الرجاء البيضاوي من الجهة اليمنى. دائما انطلاقات تدخل ناجح ديال الدفاع، تعود مرة أخرى من الجهة اليمنى. محاولة لفريق الرجاء البيضاوي، مراوغة جيدة، تمريرة داخل مربع العمليات. لكن كنظن أنه كان الاختيار ديال المتولي اختيار صعب، لأنه كان بإمكانه التمرير في اللحظة الأولى. هو الاختيار أنه من بعد سد لونغ على راسه، وبالتالي كان صعب عليه انه يمرر، ولكن مع ذلك حصل على ركنيه لصالح فريق الرجاء البيضاوي. اذا متولي هو الذي سينفذ الركنيه لصالح فريق الرجاء البيضاوي. دائما محاولة عند لاعب مابيدي في اتجاه مربع العمليات، إبعاد الكرة التي تعطي تماس لصالح فريق الرجاء البيضاوي. مرة أخرى اللاعب الصالحي وينفذ تماس، كترك الكرة اللاعب كاروشي. ونذكر الجمهور الكريم الذي يتابع معنا هذه المقابلة أننا نتابع لقاء الدربي برسم الدورة 24. ما كاينش خطأ يقول، وفي نهاية المطاف الحكم سيد جيد يوقف المقابلة لإعطاء الإسعافات الأولية للاعب الصالحي. بالنسبه للربعه 2-3 ديال فريق الرجاء، فهد عسكري في حراسه المرمى، كروشي والحاج وكوليبالي والهاشمي في الدفاع بتغطيه متبادله، كوكو والراقي في وسط الميدان الدفاعي، مابيدي والصالحي على الاطراف، متولي هو صله وصل ما بين الوسط الميدان الدفاعي والمهاجم ياجور. كنظن بانه هذه هي الطريقه ديال البنزرتي مع وضع كتله الفريق في الوسط. نعم، محاولة لفريق الوداد البيضاوي، كانت تمريرة باللاعب رابح في اتجاه فابريس اونداما، لكن الحكم يعلن عن تسلل، وبالتالي كرة لفريق الرجاء البيضاوي. 12 دقيقة على بداية هذه المقابلة، كانوا جوج محاولات اللي كانت على يد ضربة الخطأ، وما كنظنش انه كان تسلل من خلال العملية. لو امكننا نشاهدها مرة اخرى علائيين. كرة مرة عند فريق الرجاء البيضاوي، عند اللاعب الهاشمي مازال محتفظ بالكرة، يحاول التمرير عند اللاعب الراقي اللي كما شارع السو، لكن كرة ضائعة لفريق الوداد البيضاوي. كنظن انه 4 لاعبين امام اختيار صعب، انه دخل وسط مجموعة من اللاعبين وحاول انه ينفرد بالحارس، وكان هو صعب عليه. اختار اختيار صعب، ولكن اللي جا له يختار هذا الاختيار هو اللاعبين المدافعين ديال فريق الرجاء هما اللي حولوه للوسط وداوه لفين كاين بزاف ديال المدافعين. نعم، وكرة مرة أخرى لفريق الوداد أو لفريق الرجاء البيضاوي عند لاعب متولي. كترجع الكرة مع اللاعبين ديال فريق الرجاء، يحاولون من خلال التمريرات إيجاد المنفذ داخل دفاع فريق الوداد البيضاوي. كرة عند اللاعب كوكو وعند والحاج كيمرر عند هو كيعتمدوا على لي زاتاك بلاصي، الحملات المنظمه، ولكن فيها بطء كبير جدا كيخليو انه فريق الوداد يترك بلاصه فاسيلمون في لو كون ديالو. نعم، وعليين نحن في بدايه هذه المقابله دائما محاولات من طرفين، لم نشاهد اي محاوله هددت لا مرمى الحارس عقيد ولا ايضا مرمى الحارس العسكري. و5 متر و50 لصالح فريق الوداد البيضاوي. نذكر
دائما مشاهدينا الكرام انه بالنسبه لهذه المقابله في الثالثه عن مقابله الدوره الرابعه والعشرين بالامس زوالا فريق نادي القنيطره انهزم بميدانه امام فريق المغرب فاسي بهدف لصفر، وبنفس النتيجه ايضا انهزم ليلا فريق حسنية أكادير امام فريق اولمبيك خريبكا. 15 دقيقة دائما صفر لمثله في هذه المواجهة التي تجمع الطرفين برسم الدورة الرابعة والعشرين. هذا هو الديربي 116. الكرة عند لاعب صالحي، عند كاروشي مازال محتفظ بالكرة، كردال الوراء في اتجاه اللاعب دريسا كوليبالي ضائعة، لكن كيتمكن منها لاعب كوكو عند مابيدي انطلاقا من الجهه اليمنى ديال اللاعب الهاشمي، بالفعل كيبر ليه عند اللاعب متولي اللي حاول يراوغ لكن الكره ضاعت منه، وكترجع مره اخرى عند فريق الوداد البيضاوي. ضائعه عند اللاعب الهاشمي يحاول يراوغ لكن ضاعت مره اخرى. كرات كثيره ضيعه لا من جانب فريق الوداد ولا من جانب فريق الرجاء البيضاوي، والكره كتمشي تماس لصالح فريق الرجاء. بالنسبه للوداد وقت كنتعطل الان في اعطاء الطريقه باش كيلعب، لانه بار ديفو كترجع بعض الاحيان 4-4-2، بار ديفو بعض الاحيان اخرى كترجع 4-5-1، وبالتالي ما كاينش استقرار اللي باين العيان بالنسبه للفريق الوداد، رغم انه كيلعب ب 4-2-3-1. 4 في الدفاع هو المسن ورابح والعطوشي والخالقي، بالرابح وفتاح كيلعبوا في وسط ميدان دفاعي، اونداما وكوني على الاطراف، الكارتي وسط الميدان هجومي، وايفونا هو الهجوم. ولكن على الورق كنشوفوها في الاول، ولكن من خلال اللقاء فما انستابيليتي التكتيك ما كايناش عند الوداد. ومحاوله لفريق الوداد البيضاوي، الصراع في نهايه المطاف الحكم يترك الامتياز. دائما الكره عند فريق الوداد البيضاوي، تمكن من هذه المحاوله ولو فيها انه كان واحد المجهود كبير بدني، ولكن فيها في نهايه المطاف توج بان الكره دائما لفريق الوداد البيضاوي. هناك في الجهه اليمنى خطيرة المحاولة، لكن كان تدخل في اللحظة المناسبة لإبعاد الكرة، وبالتالي الحلول دون تسجيل الهدف الأول لفريق الوداد البيضاوي بوسط لاعب فارس اونداما. نشاهدوا كيف أن اللاعب عادل كاروشي تدخل في اللحظة المناسبة للحلول دون خطر، كان يتهدد مرمى الفريق الرجاء، ولكن الحكم قبل ذلك كان قد أعلن عن خطأ لصالح فريق الرجاء البيضاوي. والان كنشوف الوداد بانه لعب بطريقه 4-4-2، المهاجمين قارين في الهجوم، وبالتالي انكزاكتيتود في النهج التكتيكي ما باينش بالنسبه للوداد. ربما انه التحرك ديال اللاعبين هو اللي كيخلينا انه نشوفوا كل مره بنهج تكتيكي معين. نعم، كانت هذه محاولة لفريق الرجاء، لكن كرة تضيع. دائما محاولة بوسط اللاعب الصالحي اللي مازال محتفظ بالكرة، محاولة للتمرير الصالحين، تمريرة جيدة لكن ضائعة في نهاية المطاف، تعود لفريق الوداد البيضاوي عند اللاعب خالقي. إذا نحاول الانطلاق من جديد بالنسبة لفريق الوداد. تمريرة كانت تكون جيدة لو تمكن من اللاعبين ديال الوداد عند سعيد فتاح اللي كيغير الاتجاه للجهة اليسرى. انت في هذه اللقطه هذه كنشوفوا بانه كاين 4-5-1، وبعض اللقطات اخرين كنشوفوا ب 4-4-2. واش الشريف انه كيمزج ما بين هذه الخطتين، ام انهم اللاعبين لنفسهم هم اللي قرروا داخل الملعب؟ نعم، ومحاولة جيدة لكن فوق المرمى. أول تسديدة اللي كتكون من خارج المربع، ماشي من كرة ثابتة، كتكون لفريق الوداد البيضاوي. إذا هو في الاستعصاء بالمرور بالتوغلات أو على الأطراف جاء فريق الوداد القذف من بعيد. نشاهدوا مرة أخرى كيف هذا تسديدة ولو أنها كانت بعيدة، إلى أنها كانت مبادرة أولى على مستوى التسديد من خارج المربع بعد ضربات الخطأ اللي كانت لا لفريق الوداد ولا لفريق الرجاء. وفابريس اونداما اللي تصاب خلال، وكيبقى بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي مابيدي هو اللي كيسجل في هذه الاونه الاخيره، لبس الجلباب ديال الهداف ونابع زملائه في التسجيل في المقابلات السابقه.
كابتن فابريس اونداما اللي ربما الطريقه باش سددوا في هذا الشكل هذا كان عندها تاثير على بالفعل بشكل قوي وفي واحد اللحظه فجاه. وحتى ملي كيكون واش دي باز فيزيك عند اللاعب راه اي حاجه كيمكن لها تغلب عليه في اللقاء. خاص اون بريباراسيون سوليد، لا من ناحيه لي ميسكل ديالو لا من ناحيه الاشياء البدنيه اللي كتهم هذا الاتجاه. ويمكن ان نؤكد انه بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي هو هجوميا او فريق الوداد افضل هجوميا من الرجاء، وعلى العكس ففريق الرجاء افضل من الوداد على مستوى الدفاع. هداف الوداد هو اللاعب ايفونا ب6 اهداف، في حين هداف الرجاء مابيدي ب7 اهداف. ومابيدي اللي اعتدنا عليه انه كان كيلعب في وسط ميدان دفاعي، الان ولا كيلعب على الاطراف، وبالتالي الان هو اللي عنده السبق في التسجيل لانه كيجيب من بعيد وما كتكونش عليه الرقابه. وخصوصا الاهداف الثلاث اللي عطات الفوز لفريق الرجاء امام شباب الريف الحسيمي، وكان وراءها اللاعب مابيدي. كره مره اخرى عند فريق الرجاء البيضاوي من الجهه اليمنى بوسط اللاعب الهاشمي سي عسو. كما شرتي اننا لم نشاهد نفس القوه اللي كنا كنتظروها، ان غابت عن المدرجات كنا ننتظرها على مستوى ارضيه الملعب، لكن حتى الان لا زالت غائبه. بالفعل ومحاولة جيدة لفريق الرجاء البيضاوي من الجهة اليمنى بوسط اللاعب هاشمي، ضربة رأسية لكن تمر بعيدة على مرمى الحارس عقيد. إذا اللاعب كوكو كان تمريرة جيدة، لكن الضربة النهائية أو تنفيذ على مستوى لاعب كوكو في اتجاه المرمى كان لم يكن بالدقة المطلوبة تسجيل الهدف في مرمى فريق الوداد البيضاوي. ويمكن انه هدف لهذا الفريق او ذاك هو اللي غادي يحرك المقابله. نعم، شيء اكيد انه الهدف لو سجل خلال هذه المقابله ستاخذ المقابله وجهه اخرى. اكيد ان كل الفريق المنهزم سيبحث عن هدف التعادل مع ما يلي ذلك من محاولات. وايضا هذه محاوله لفريق الوداد البيضاوي من الجهه اليمنى بوسط لاعب الخليقي كيرد الكره الوراء، محاولة للانطلاق من جديد، ما كاينش خطأ. الحكم يقول امتياز لصالح فريق الوداد البيضاوي، لكن في نهاية المطاف يضطر لإيقاف المقابلة لإعطاء الإسعافات للاعب بالربح بعد اصطدامه باللاعب مابيدي. اكثر اللاعبين اللي كيداو لها جميع المواقع مشاركه في الديربيات هو اللاعب جريندو اللي كيقولوا بانه لعب 19 مقابله، ولكن انا كنقول بانه شارك في 23 مقابله ديال الديربي، لانه شارك 19 كلاعب و4 كمدرب مساعد ديال فريق الرجاء. وضربة خطأ لصالح فريق الوداد البيضاوي. عدد الأخطاء إذا 5 للوداد و3 لفريق الرجاء البيضاوي. تنفذ ضربة الخطأ في مربع، لكن التصدي ديال الدفاع ترجع مرة أخرى، تصبح هجوم مضاد لفريق الرجاء البيضاوي بوسط اللاعب كوكو من الجهة اليمنى. محاولة للانطلاق بوسط اللاعب ياجور لكن أو اللاعب مابيدي، لكن في نهاية المطاف تضيع هذه الكرة وتعطي تماس لصالح فريق الوداد البيضاوي. الايقاع فهو ما كيرقاش لواحد الايقاع عالي، كاين ايقاع، كاين تمريرات خاطئه، ما كاينش امتلاك الكره لا لهذا الفريق او ذاك، وبالتالي غياب المحاوله التسجيل ما كتعطيناش واحد الجماليه في اللقاء. تتشابه ربما المدرجات مع ارضيه الملعب. ما شاهدناش نقطه الضوء اللي كتبقى الان كبيره هي ما نشاهده في الجهه اليمنى من شعارات ومحاوله بوسط لاعب عادل كاروشي اللي كيمرر تمريره خاطئه كترجع مره اخرى عند فريق الوداد البيضاوي. انطلاقه من جديد عند اللاعب، هذه محاولة بوسط لاعب فريق الوداد البيضاوي فابريس اونداما، لكن ضاعت، وكان تدخل ديال اللاعب عادل كاروشي اللي كيخرج كرة تماس لصالح فريق الوداد البيضاوي. الفريقين بجوج كيعتمدوا على الدفاع ديال المنطقة وما كاينش واحد الرقابة فردية، وبالتالي كل فريق كيحافظ على المنطقة ديالو دفاعيا. نعم، ومحاولة مرة أخرى لفريق الوداد البيضاوي، تمريرة جيدة لفريق الوداد لكن كانت بعيدة، وبالتالي ما تمكنش اللاعب الودادي من الحصول على هذه الكرة. اللاعب كوني اللي كان كيتحرك كثير خلال هذه المواجهة، ولا كان الديربي السابق ديال الذهاب سجلوه 2 ايفواريين، فكانت قبل من المقابلة تأهل هنا فريق الكوت ديفوار على السنغال
بالدار البيضاء بيوم واحد قبل، وكنظن بانه ملعب محمد الخميس وفاء الحسن بالنسبه للايفواريين. نعم. إذا الكرة مرة أخرى عند فريق الرجاء البيضاوي. فريق الوداد استطاع أن يجمع 21 نقطة من أصل المجموع العام بالبيضاء، في حين بالمقابل حاز على 14 خارج الميدان. دي محاولة لفريق الرجاء البيضاوي، فرصة ضائعة، فرصة ضائعة لفريق الرجاء البيضاوي، من أبرز الفرص خلال هذه الجولة الأولى. اللاعب الصالحي، لست أدري، سنشاهد من خلال الإعادة كيف أن هذه الكرة أفلتت وضاع بالتالي هدف محقق على فريق الرجاء البيضاوي. الحكم يقول خطأ لصالح فريق الوداد، ونشاهدوا مرة أخرى التمريرة الجيدة ديال اللاعب ياجور في اتجاه اللاعب الصالحي اللي كان إمكانه انه ربما فكر اكثر ما فكرش في الكره اللي قدامه اكثر ما فكر في اشياء اخرى اللي غتجيب الكره. هذه من جهه، وكان القرب ديالو من ياجور والسرعه ديال لاباس ديال ياجور هي اللي خلاتها تدخل بزاف تحت رجلو، وبالتالي غابت عليه التركيز في هذا المحاوله هذه. ومحاوله لفريق الرجاء البيضاوي، كره ضائعه تعود مره اخرى لفريق الوداد. 25 دقيقة دائما التعادل السلبي 0 لمثل هذه المحاولة. كانت بوسط لاعب لمسن أحد العناصر الجيدة داخل فريق الوداد البيضاوي، دائما محاولة وتماس كان بوسط لاعب صالح. هذه المحاولة الحكم ربما يقول خطأ لصالح فريق الرجاء وبالضبط للاعب الصالحي. هل سيكون هناك انذار ام انذار شفوي؟ بل انذار بالفعل فريق الوداد. اول انذار خلال هذه المقابله يكون للاعب عطوشي امين، اذا يحصل على انذار. ونشاهدوا التدخل اللي كان رفع الرجل ديالو بشكل لا رياضي، او حركه اللي تعاقب عليها، وبالتالي كان الانذار ديال الحكم السيد جيد. وربما دخول لمسن في هذه المقابلات الاخيره املته انه فريق الوداد كيستقبل الكثير من الاهداف. الولجي لاعب كبير ولكن على المستوى الهجومي، ولكن لمسن على المستوى الدفاعي فهو الافضل في الوداد. ومن غير انه اللاعب لمسن، ولو انه لاعب بمواصفات دفاعيه، لكنه عنده تقنيات كبيره وفنيات على مستوى وراكب الكثير من التجربه على مستوى الدربيات هنا بالبيضاء. وتماس لصالح فريق الوداد البيضاوي. فريق الرجاء على مستوى الاهداف سجل 19 هدف داخل الميدان، وسجل فقط 5 خارج الميدان، في حين استقبلت مرماه 4 أهداف داخل الميدان، وسجل عليه 8 أهداف خارج الميدان. اذا انذار ثاني لفريق الوداد في ظرف وجيز للاعب كوني. اذا بعد اللاعب عطوشي اللاعب كوني هو الاخر يتلقى انذار. 2 الانذارات لفريق الوداد البيضاوي، وهذه الانذارات المبكره اللي كتكون في بدايه اللقاء كتاثر على المردوديه العامه ديال اللاعب، لانه كيبقى يخاف باش يرتكب خطا اخر، وبالتالي كان الاندفاع البدني ولو جو فيريل اللي خصو يديرو ما كيبقاش يديرو، وكتقل الفعاليه ديال اللاعب. إذا كان احتجاج من المدرب شريف ونقاش بين الحكم السيد جيد وشريف والمكلف الاداري راه ما للفريق. كيحتاجش على اللقطه، كيحتاج على انه اللاعب ما يبقاش بنفس المردوديه ديال لانه تلقى صفراء، فالمردوديه ديال كوني غادي تقل بكثير، لانه غيبقى يخاف من استقبال الورقه الصفراء الثانيه. ايوا شيء اكيد، ولكن الحكم جيد بنى الانذار ديالو على التدخل اللي كان من الخلف خلال هذا قبل قليل في هذه المواجهه التي تجمع بين فريق الوداد وفريق الرجاء، ونتابع مباشره على قناه دوزيم. اذا برسم الدوره 24 محاوله لفريق الرجاء عند لاعب الهاشمي اللي كيمرر في اتجاه اللاعب كوكو عند اللاعب متولي، كترجع كره صراع يسمح لصالح اللاعب فابريس اونداما. كاين خطا وربما سيوجه الحكم انذار، اظن انه سيوجه انذار او يعلن عن خطا. سيكون احتجاج من اللاعبين الوداديين، لانه في هذه اللحظه بعد انذارين اللي توجهوا اللاعبين ديال الوداد كانوا ينتظروا انه يكون انذار ايضا في حق اللاعب الرجاوي بعد هذا التدخل.
على مستوى الهدافين يمكن أن نقول بأنه حتى الآن يحتل قائمة الهدافين في تاريخ الديربي. هو الهداف الديربي هو اللاعب سعيد غاندي اللي سجل 7 أهداف. إذا اللاعب الراقي لم يحصل على إنذار وتنفذ، وهذه محاولة لفريق الوداد لكن كان خطأ أعلن عنه الحكم ضد فابريس أونداما. ونسير نحو نصف ساعة الأولى، نهاية نصف ساعة الأولى بالتعادل السلبي 0 لمثله. كان هناك حكم تماس والذي أعلن عن الخطأ. وكرة مرة أخرى لصالح فريق الرجاء البيضاوي. إذن على مستوى الاحتكار الكرة ففريق الوداد أكثر احتكار ب 43%، في حين فريق الرجاء 37%. وربما ديك السبعه اللي زايده ديال اون بوسيسيون دو بال كتكون غالبا كتكون في المنطقه الدفاعيه ديال فريق الرجاء، وما كتكونش في المنطقه اللي خصها تجيب الاهداف. نعم. إذا الكرة عند عزز أن تكون أجمل لو كان هناك في الواجهة الأخرى إبداع آخر للجماهير الودادية بنفس المواصفات وربما بشكل آخر. فإن كانت الجماهير الودادية الجماهير تتغنى فريق الوداد البيضاوي. ونذكر من التحق بنا من الجمهور أن جانب من الجماهير خصوصا الودادية تقاطع هذه المقابلة، لم تحضر لمتابعة لقاء الديربي في نسخته 116 بعد 100، وبالتالي اختلفت الأسباب في تفسير الغياب بين الأحداث الأخيرة لمركب الوداد وبين من ربما يتحدث عن مسرحية، وبأن مقابلة الديربي ليست إلا مواجهة آنية لنتيجة معروفة مسبقا أو متفق عليها مسبقا. إذا محاولة نتمنى أنه اللاعبين يكتبوا هذه المسرحية من خلال أرضية الميدان، من خلال هذه المواجهة. إذا الكرة عند اللاعب والحاج اللي كمر عند اللاعب عادل كاروشي عند الصالحي، انطلاقه لفريق الرجاء البيضاوي في اتجاه اللاعب متولي اللي تمكن من الكرة. أول محاولة اللي كتشاهدوا فيها التمريرات كانت خطأ والحكم جيد كان في المكان المناسب لإعلان عن هذا الخطأ لصالح فريق الرجاء البيضاء. وهذه صعيبه على اللاعب متولي لانه لي طوندون داشيل كان غادي تصابوا بشكل خطير. نشاهدوا كيف تدخل ديال اللاعب سعيد فتاح، كيتنفذ التماس عند اللاعب كوكو اللي كيمر في اتجاه اللاعب مابيدي، ولكن انطلاقه من الجانب النادي احد الاصدقاء ديالو لكن تاخر وكترجع مره اخرى عند اللاعب متولي. هذه محاوله جيده لفريق الرجاء البيضاوي، لكن الكره كنظن انها تجاوزت خط المرمى والحكم يعلن عن خطا لصالح فريق الوداد البيضاوي. والرجاء كيكون فعال وكيكون خطير ملي كيعتمد على ليزانتيرفال، اعتمد على الانترفال في هذه اللقطه وكان غادي تجيب خطوره كبيره على فريق الوداد. نعم. لاحظ لاباس في الانترفال هي القوه الضاربه ديال الرجاء عبر التاريخ. نعم. واظن انه كيلو دود نعم. كاين هناك الشك فقط. اذا محاوله لصالح فريق الوداد البيضاوي. اذا على مستوى حاله تسلل 2 للوداد وواحده فقط لفريق الرجاء البيضاوي. الوداد كيعمل على استرجاع الكره بسرعه في الوسط خصوصا والمرور للترشيط الهجومي خاصه على بعض الاطراف، ولكن ما كاينش تتمه ديال العمليات في اتجاه الهجوم. ومحاوله لفريق الوداد البيضاوي كان تدخل جيد، وهذه من بين اللقطات اللي كيلعبوها الاطراف بسرعه، ولكن الفعاليه في تتمه المحاولات ما كتكون شيء. اذا محاوله مره اخرى لفريق الرجاء البيضاوي، تمريره الحكم سيد جيد يقول ليس هناك اي خطا، كان هناك تدخل ديال اللاعب عطوشي. اذا عطوشي احد العناصر الشابه في صفوف فريق الرجاء في صفوف فريق الوداد البيضاوي عفوا، لكن من خلال التدخل مشاهدة الحكم سيد جيد ترك الامتياز لم يعلن عن اي خطا، وبالتالي تظل النتيجه على حالها 0 لمثله بعد مرور 33 دقيقه من مواجهه فريق الوداد والرجاء برسم الديربي الذي يجمع الطرفين عن الدوره 24.
الملاحظه ديال فريق الرجاء هو انه الفريق يتفاعل جيدا عند امتلاك الكره، ولكن يتدهور مستوى عند ضياع الكره، وهذا هو الخاصيه اللي يعمل عليها فريق الرجاء، هو عند ضياع الكره انه يتفاعل مع المقابله بشكل جيد. كرة مرة أخرى عند فريق الوداد. نذكر أنه بالنسبة لفريق الوداد البيضاوي فريق الوداد اللي الآن الحكم يعلن عن تسلل بالنسبة للدورة المقبلة، ففريق الوداد يرحل لمدينة وجدة لمنازلة النهضة البركانية، في حين الرجاء يستقبل فريق حسنية أكادير. وأظن لا فريق النهضة البركانية لا فريق حسنية أكادير ما كتسمحش لهم الظروف اللي كيعيشوا على مستوى النتائج من مراكمة نتائج أخرى سلبية. كرة مرة أخرى لصالح فريق الرجاء البيضاوي، والكرة تصطدم بالقائم الأفقي. إذا كانت هذه أبرز محاولة خلال الجولة الأولى لفريق الرجاء البيضاوي، كادت تعطي الهدف الاول في هذه الدقيقه بنيران صديقه. اذا لولا ان العارضه حالت دون الهدف لفريق الرجاء سنشاهد مره اخرى اول تهديد، اول كره خطيره كانت خلال هذه المواجهه التي كادت ان تعطي الهدف للفريق الزائر اي فريق الرجاء البيضاوي. محاوله مره اخرى لفريق الرجاء، محاوله خطيره، تمريره ومحاذيه، هجومين متتاليين لفريق الرجاء البيضاوي هدد بشكل كبير مرمى الحارس عقيد ومرمى فريق الوداد البيضاوي. الدقيقه 34 كتعطينا توهج هجومي ديال فريق الرجاء. كنقول لك عند امتلاك الكره الرجاء كتكون جد فعاله، ولكن عند ضياع الكره هنا فين كيكون المكامن ديال الضعف ديال الرجاء. نشاهدوا مرة أخرى المحاولة اللي كانت بوسط اللاعب الصالحي واللي مرت أمام الحارس. إذا كانوا جوج محاولات اللي يمكن نعتبرهم من أبرز المحاولات خلال هذه الجولة لفريق الوداد لفريق الرجاء البيضاوي ولفريق الوداد. إذا كل المحاولات اللي كانت خلال الجولة الأولى من أبرز المحاولات كانوا جوج محاولات اللي كادوا يعطوا الهدف للفريق الزائر، ولو كما ذكرت سابقا يلعب بمركب محمد الخامس، ولو انه هو المساند اكثر بجماهيره الحاضره في هذا العرس الرياضي. كرة عند اللاعب بالرابح، تمريره للجهه اليمنى لفريق الوداد البيضاوي، الكرة ما خرجاتش. اذا اللاعب بكاري كوني مازال محتفظ بالكرة عند فابريس فونداما اللي غيحاول يمرر، ما كاينش في الجهه اليسرى من اللاعبين الوداديين اللي كان في موضع يسمح اللاعب بالتمرير اللي كتضيع مره اخرى. كترجع من فريق الرجاء البيضاوي عند اللاعب الراقي، هجوم مضاد سريع لفريق الرجاء عند اللاعب ياجور، دائما محاوله لفريق الرجاء لكن الحارس عقيد يكون في المكان المناسب. الحارس عقيد اللي رغم انه ما لعبش مقابلات كثيره لانه عنده ثقه في مقابله بحجم مقابله الديربي اللي فيها الضغط كثير، واللي عطاه الثقه هو جمعيه سلا، لانه جمعيه سلا دار فيه الثقه ولعبوا المقابلات عديده، وبالتالي جاء عنده المقابلات في رجليه، وهذا اللي كيساعده الان مع الوداد. نعم، باش يكون مستعد للمقابله من حجم هذه المقابله. وهذا هو علاش بريتي هو مفيد للفريق اللي كيطلقوا، ولكن غير مفيد للفريق اللي كيستقبلوا، لانه من بعد كيرجع للمكان ديالو لانه خلى السلاف في مأزق، ولكن احتاجته الوداد. وهذه محاوله لفريق الرجاء البيضاء بوسط لاعب متولي خطيره عند لاعب ياجور اللي كيقذف والعارضه مره اخرى. اذا محاوله مره اخرى تضيع لفريق الرجاء البيضاوي ثالثه خلال العشر دقائق الان ما بين الدقيقه 30 والدقيقه 37. ثلاث محاولات كانت خطيره من بينها اثنين كالعارضه هي التي حالت دون الهدف لفريق الرجاء البيضاوي. نشاهدوا مره اخرى تسديده ديال اللاعب ياجور، كنظن انه اللاعب الودادي ربما هو اللي كان له الفضل كثير فان هذه الكره مشات بعيده، لانه هو اللي ضيق عليه شيئا ما وما خلاش يكون امام المرمى بالشكل المطلوب للتسديد في اتجاه المرمى. ولكن التمريره كانت تمريره جيده من اللاعب متولي، وايضا تسديده ديال اللاعب وحتى لو سويفي ديال مابيدي كان في الاتجاه الصحيح، ولكن لسوء حظه الكره ضربت في الاتجاه الاخر. نعم. و 8 دقائق على نهاية الجولة الأولى في وقتها القانوني. دائما التعادل السلبي 0-2 مع أبرز المحاولات كانت لفريق الرجاء البيضاوي. ونشاهدوا مرة أخرى
كيف أن هذه الكرة كانت قبل كرة اللاعب يجور والتي كادت أن تعطي الهدف الأول. إذا فرصتين زائد التسديدة اللي كانت ديال اللاعب يجور قبل ذلك. 3 محاولات اللي كانت خطيرة لفريق الرجاء البيضاوي خلال 7 دقائق الأخيرة، وكادت أن تكون أو تمنح السبق لفريق الرجاء البيضاوي. إذا دقيقة 39 دائما 0 لمثل الكرة عند اللاعب الراقي اللي كنلاحظوا انه كيلعب على مستوى الدفاع على مستوى الهجوم. هذه محاولة لفريق الوداد البيضاوي خطيرة، محاولة لفريق الوداد البيضاوي والحارس العسكري يتألق مرة أخرى، يتألق العسكري في إنقاذ مرمى من هدف محقق خلال هذه المحاولة. كادت أن تكون الهدف لفريق الوداد البيضاوي. إذا شاهدنا خلال هذه اللحظات كيف أن الهجوم لا فريق الوداد ولا فريق الرجاء تحرك، وبالتالي إيفونا مالك يضيع فرصة لتسجيل الهدف لفريق الوداد البيضاوي نشاهدوا، لكن كان هناك تألق للحارس العسكري الذي حال دون الهدف، وكان هناك خطأ على مستوى التموضع ديال اللاعبين اللي فتحوا المجال لاعب ايفونا مالك. ومن خلال الاعاده كنشوفوا 3 ديال اللاعبين ما دايرينش انكادراج لو بورتور دو بال، وبالتالي وهذه محاوله لفريق الرجاء، لكن الحارس عقيد يتمكن من الكره، وكنظن انه 10 دقائق كانت كافيه ليتحرك. لا هجوم منذ الدقيقه 34 لا هجوم فريق الوداد البيضاوي لمحاوله البحث عن الهدف. ما شاهدناش خلال 30 دقيقه الاولى اي محاوله اللي جاده لفريق الوداد كما لفريق الرجاء، بالعكس شاهدنا خلال ابتداء من الدقيقه 34 كانت هناك 3 محاولات لفريق الرجاء ومحاوله حقيقيه ايضا لفريق الوداد البيضاوي، واظن انه كان بامكان احد الفريقين ان يكون منتصر حتى الان ولو بهدف ل0 على سواء فريق الوداد او فريق الرجاء. بالنسبه للفريقين، فريق الرجاء كيعتمد على استرجاع وربح النزالات في المنطقه الدفاعيه، وفريق الوداد كيعتمد على استرجاع الكره في الوسط، وبالتالي اللي كيكون خطير هو فريق الرجاء اللي كيعتمد على استرجاع الكره في الدفاع والانطلاق نحو العمق بحملات مضاده. نعم، وكرة مرة أخرى لفريق الرجاء البيضاوي عند اللاعب الهاشمي، كانت محاولة ولكن دائما خطيرة بوسط لاعب عادل كاروشي والحارس اختيار خاطئ. نعم، اللي اختار انه كان بامكانه التمرير او الرودريل الاصدقاء ديالو اللي كانوا في تموضع جيد، الصالحي كان بامكانه يمكن تكون بلمسه صغيره يسجلها الهدف، لكن فضل انه يسدد، ومن اختيار صعب انه من الصعب انه يسجل في التموضع اللي هو فيه اللاعب عادل كاروشي في الوقت اللي كان بامكان اننا نشاهد. ولو شاهدنا اللاعبين يجور يطالب بالكره، لاعبين اخرين كانوا في تموضع احسن وكان بامكانهم انهم يسجلوا الهدف لصالح فريق الرجاء البيضاوي. دي محاوله اخرى لصالح الرجاء، تضيع الكره، تصبح هجوم مضاد عند اللاعب لمسن اللي كيبعد الكره في اتجاه اللاعب اللي يتمكن منها هو اللاعب الهاشمي عند اللاعب الراقي اللي مازال كيبحث على من يمرر الكره. بالفعل كيمرها في اتجاه في اتجاه اللاعب الصالحي، وخطا ضد اللاعب الصالحي. اذا خطا ضد اللاعب الصالحي لصالح فريق الوداد البيضاوي. نذكر بالمقابلات المتبقيه للوداد البيضاوي، فهناك النهضه البركاني في الدوره المقبله، بعد ذلك الجيش، الجمعيه السنويه. اللقاءات كلها سيخوضها فريق الوداد خارج الميدان، في حين سيستقبل شباب الريف الحسيمي والوداد الفاسي والدفاع الحسني الجديدي، في حين المقابله المتبقيه للرجاء سيستقبل حسني تقادير الفتح الرباطي، ويستقبل ايضا المغرب تطواني في قمه بطبيعه الحال على البطوله الوطنيه داخل الميدان، والكوكب والمغرب الفاسي واسفي سيرحل لمواجهتهم خلال ما تبقى من منافسات البطوله لهذا الموسم. ونقترب من الدقيقه 43، كره لفريق الرجاء البيضاوي عند لاعب عادل كاروشي كترجع الكره عند لاعب والحاج مازال محتفظ بالكره عند اللاعب دريسا كوليبالي. الراقي كترجع الكره بوسط لاعب متولي عند لاعب دريسا كوليبالي، ولم يهدأ بال جمهور فريق الرجاء البيضاوي منذ بدايه هذه المقابله، وحتى الان ظل يساند يشجع
خصوصا انه ليس له منافس خلال مقابله اليوم. وكرة مرة أخرى عند اللاعب الصالحي كانت تمرير في اتجاه اللاعب عادل كاروشي اللي تمكن من الكرة كيمر خاطئة على بل كانت تمريرة أخرى من اللاعبين ديال فريق الرجاء، وكانت هناك عملية فنية والحكم في نهاية المطاف يعلن عن خطأ لصالح فريق الوداد البيضاوي. كان استعراض فني اللاعب متولي لكن بدون نتيجة بطبيعة الحال، والحكم يعلن عن تسلل لاعب متولي. اللي خلى فريق الرجاء ان يتوهج في هذه العشر دقائق الاخيره هو انه كيبحث على اللاعب في العمق اكثر، والمهاجمين ديالو ولاو كيتحركوا بدون كره، وهذا تسهل على حامل الكره الماموريه، وبالتالي كان متوهج في هذه الدقائق الاخيره فريق الرجاء. وكرة مرة أخرى عند فريق الوداد البيضاوي، إذن على مستوى تعادل على مستوى التسلل، الوداد 2 والرجاء أيضا 2. وهذه محاولة لفريق الوداد البيضاوي بالجهة اليمنى، محاولة جيدة. كان هناك خطأ بالفعل، كان هناك خطأ، والحكم السيد جيد بالفعل يعلن عن خطأ لصالح فريق الوداد البيضاوي ضد اللاعب عادل كاروشي. نقترب من نهاية الوقت القانوني، ما كانش وقت كثير، أظن أنه سيكون في حدود دقيقتين خلال هذه المواجهة التي عرفت محاولة تشاهد اللاعب سعيد فتاح كيف أبدع. بدينا كنلاحظوا نوع من الحركات الفنيه، وهذا الحركات الفنيه التي اعتدناها بالنسبه للاعبين الوداديين كما اعتدناها بالنسبه للاعبين الرجاويين. قبل ذلك شاهدنا متولي، الان كنشاهدوا. اذا بالنسبه للاخطاء المرتكبه خلال هذه المقابله فهي 8 بالنسبه لكل تعادل، حتى على مستوى الاخطاء 8 بالنسبه لكل فريق. وتنفذ ضربه الخطا في اتجاه المربع بوسط اللاعب كوني، ويتمكن اللاعب ايفونا من الكره، تعود لسعيد فتاح، ايفونا مرة أخرى. محاولة لفريق الوداد لكن كانت تغطية جيدة ديال الدفاع ديال فريق الرجاء، والحكم أعلن عن خطأ كيتنفذ بسرعة عند اللاعب كوكو في اتجاه اللاعب ياجور عند اللاعب مابيدي اللي تمكن من المراوغة، لكن كرة ضائعة في نهاية المطاف، ودقيقة فقط كوقت بدل ضائع. إذا الجولة الأولى كنظن أنها الجولة الأولى كانت البداية ديالها عرفت ركود على مستوى العطاء، الكرة تمركزت في الوسط أكثر من غيرها من المناطق، امتلاك الكرة كانت نسبيا للرجاء أكثر. منذ الدقيقة 34 انتعشت المقابلة بمحاولة تسجيل خصوصا من طرف الرجاء، الإثارة لم نلمسها في الجولة الأولى إلا في شقها الأخير. نعم، ونذكر المشاهدين انه كان هناك 4 فرص، ويمكن ان نضيف حتى هذه الفرصه لفريق الرجاء البيضاوي، 5 فرص، 4 لفريق الرجاء وفرصه لفريق الوداد اللي كانت فرص حقيقيه لتسجيل الهدف. والحكم في هذه اللحظه يعلن عن نهايه المقابله على مستوى احتكار الكره، 57 لفريق الرجاء و43 لفريق الوداد البيضاوي. نلتقي بعد قليل لمتابعه الجوله الثانيه من هذه المواجهه، ونلتقي ايضا لناخذ ردود فعل اللاعبين وايضا مجموعه من المواضيع الاخرى. الى اللقاء بعد قليل. Les bolides du WTCC entrent en piste. بكل المشاهدين الكرام في هذه الجولة الثانية من هذه المقابلة التي تجمع بين فريق الوداد وفريق الرجاء برسم الدور 24. الجولة الأولى كما تابعتم معنا مباشرة انتهت بالتعادل السلبي 0 لمثله، ونبقى الآن مع الزميل مصطفى طلال الذي يستضيف أحد فعاليات هذه المواجهة. إليك مصطفى. ونستضيف حسن فتيح مصطفى بهلوي، لاعب سابق لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي، لاعب كذلك للوداد، والآن هو طبيب فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. البهلوي، كيف شفتي الجولة الأولى؟ والجولة الأولى كما لاحظ الجميع أن الفريقين بجوج يعني عندهم واحد الرغبة في أنهم يوصلوا للشباك ديال كل واحد فيهم، ولكن الحمد لله كان فريق الرجاء أقرب للتسجيل، لأن لاحظت تقريبا 4 المناسبات كاد فريق الرجاء يفتح التسجيل ديال في المقابله. اللي كنتمناه هو في الشوط الثاني انه يمر في جو رياضي كبير وتفتح البيبان ديال الشباك ان شاء الله. شكرا مصطفى بهلوي طبيب فريق الرجاء الرياضي البيضاوي واللاعب السابق للرجاء وللوداد. اليك الخط حسن. شكرا.
ومصطفى نبقى معك من اجل استجوابات اخرى مع لاعبين اثناء هذه المقابله، ونشاهد المحاولات التي كانت خلال هذه المواجهه خلال الجوله الاولى في انتظار ما سنرى خلال الجوله الثانيه. هنا اللاعب يجور تسديده اللي كانت محاذيه عفوا بالعارضه وحال دون هدف لفريق الرجاء. اذا على مستوى الاخطاء المرتكبه 8 لكل فريق، للوداد كما للرجاء. وعلى مستوى التسلل ايضا تعادل 2 لكل فريق. و بطبيعه الاحصائيات كنشكر الزملاء على مستوى احتكار الكره 57% لفريق الرجاء، 43% لصالح فريق الوداد البيضاوي. اذا كانت هذه محاوله مره اخرى. اللاعب الكاروشي اللي في العود ديال التمرير احد الاصدقاء ديالو فضل انه يسدد، وبالتالي احتجاج ديال مجموعه من الاصدقاء ديالو كانوا في موضوع جيد وكانوا ربما كينتظروا مثل هذه الفرصه لتسجيل الهدف على مستوى الزوايا. اذا كانت هناك ركنيه واحده لفريق الرجاء البيضاوي. ونشير أن هذه المقابلة ننقل لكم مباشرة على قناة دوزيم في ذات الوقت ونحن نتحدث عن هذه المقابلة. وجب، وهذا من ربما الإشارات، أنه الدور اللي قاموا به رجال الأمن 5000 رجل أمن اللي أمنوا وسهروا على حتى يمر هذا الديربي في أحسن ظروف قبل، أثناء، وأيضا بعد المقابلة. رجال الأمن المختلف من مدينة الدار البيضاء ومن مختلف المدن الأخرى اللي جاءوا للقيام بتأمين الديربي اللي كيمر في أحسن الظروف، دون أن ننسى أن هناك خلية أمنية تتكلف أو ترافق لا فريق الوداد ولا فريق الرجاء في الحل والترحال لمدن أخرى. إذا وجب هذه الإشارة مجموعة من العدد اللي تخصصت هذه المقابله من رجال الامن لتامينها حتى تمر في احسن الظروف. اذا رقم 17 يدخل في فريق الوداد، اللاعب اللي قام شريف بادخاله هو اللاعب زهيد زكريا. إذا كرة مرة أخرى عند فريق الرجاء البيضاوي. ونبقى الآن مع الزميل مصطفى طلال الذي يستضيف الحارس الشاذلي، الحارس السابق لفريق الرجاء والمدرب الحالي للحراس. تفضل مصطفى. بالفعل حسن، نستضيف مصطفى الشاذلي المدرب السابق لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي ومدرب حراس فريق الرجاء. مصطفى، كيفاش شفتي الجولة الأولى وكيفاش كتنتظر الجولة الثانية؟ وبعد ما كانت البداية شوية محتشمة، فالفريقين دخلوا في المباراة لا سيما من الجانب ديالنا، استطعنا نحتكروا الكره بشكل جيد، خلقنا فرص عديده، غاب عليها شويه التركيز. التعليمات اللي تعطات اللاعبين باستخدام الملابس هو نحاولوا نرفعوا من الايقاع امام المرمى ديال نادي الوداد، وتكون ديك التمريره الاخيره يكون فيها اكثر تركيز، واكيد غادي نوصلوا للمرمى ديالهم ان شاء الله. شكرا مصطفى الشاذلي. نعود اليك زميل حسن فاتح. شكرا مصطفى. وكرة لفريق الوداد البيضاوي، انطلاقة جيدة، محاولة من الجهة اليمنى خطيرة هذه المحاولة لفريق الوداد. هناك انطلاقة قد لكن اللاعب ايبونا كانت او التسديدة اللي كانت ديال فريق الوداد البيضاوي بالضبط للاعب اونداما كانت بعيدة على مرمى الحارس العسكري. ونشاهد جانب من التفوات الحاضرة خلال هذه المواجهة. نظن بانه التغيير اللي قام به شريف فهو تغيير اضطراري، لانه لا اظن انه شريف غيفكر باش يخرج مدافع ويدخل المدافع في الظرفيه ديال التعادل او الظرفيه اللي ما عليهش الخطر فريق الوداد. كنظن دخول زايد وخروج رابح هو تغيير اضطراري على ما اظن. ومحاولة لفريق الرجاء البيضاوي والحارس عقيد يتدخل لإنقاذ مرمان. شاهدوا أنه الحارس عقيد كيف تدخل خلال هذه الكرة للحيلولة دون هدف لصالح فريق الرجاء البيضاوي. إذا تماس لصالح فريق الوداد غينفذ اللاعب الخالقي، ونتمنى نشاهدوا نفس الحماس اللي شاهدناه خلال دقيقة العشر دقائق اللي كانت ابتداء من الدقيقة 34. هذا هو ما نتمناه بطبيعة الحال. ومحاولة مرة أخرى لفريق الوداد، هناك خطأ كان دفع باليد وبالتالي خطأ لصالح فريق الوداد. إذا جانب الجمهور الودادي اللي كاين حاضر ما نقولوش انه غايب بشكل كبير. حقيقه اننا كنشاهدوا اغلبيه المدرجات
فارغه، ولكن كاين جانب من الجمهور الودادي هذه اللقطه هذه كيبين لنا اونضاما بانه محتاج الى تشجيع الجمهور وطلب منهم، وبواحد الطريقه اللي كتبين بانه بالفعل انه في هذه اللحظات محتاج الجماهير. ضربة خطأ ومجموعة من العناصر تستعد من فريق الرجاء كما من فريق الوداد البيضاوي. ضربة الخطأ اللي غتنفذ غينفذ اللاعب كوني بكاري، وكانت محاولة جيدة لفريق الوداد نشاهدوها مرة أخرى، لكن تدخل ديال الدفاع عطى ركنية، أول ركنية لفريق الوداد البيضاوي نشاهدوها من زاوية أخرى. هذه المحاولة حاول أنه يستغل ربما الانتباه ديال الحارس للجهة الأخرى، الحارس العكسي اللي ما تمكنش من هذه الكرة كترجع مرة أخرى عند اللاعب سعد فتاح. محاولة هجوم مضاد لفريق الرجاء البيضاوي عند لاعب مابيدي اللي كينطلق أمامه الحاج. مابيدي مرة أخرى تمريرة جيدة، محاولة لفريق الرجاء البيضاوي من الجهة اليمنى. من الصعب على مابيدي أنه ينطلق بهذا الشكل لأنه بذل مجهود كبير من بداية الحملة. نعم بالفعل. والكرة هذه المرة لفريق الرجاء البيضاوي تنفذ التماسك بسرعة عند اللاعب مابيدي، والكرة دائما رجاوية صراع وخطأ من الحكم كيقول بأنه ما كاينش خطأ. كتستمر الكرة عند فريق الوداد البيضاوي، انطلاقة هجوم مضاد، التمريرة الجهة اليمنى عند اللاعب ايفونا اللي انطلق عنده واحد الخطوات اللي سريعه وتمريره جيده ومحاوله خطيره لفريق الوداد البيضاوي وكادت ان تعطي الهدف. اللاعب اوندا ما كان في موضوع جيد، ولكن مره اخرى الحارس العسكري كان في المكان المناسب للحيلوله دون هدف لفريق الوداد البيضاوي. اذا نشاهدوا مع البدايه على عكس الجوله الاولى محاولات خطيره لفريق الوداد البيضاوي، لكن ضائعه الكره عند اللاعب لمس اللي كينطلق هجوم مضاد لفريق الوداد البيضاوي. كاين كانت مسانده في الاول، ولكن الحارس العسكري الخروج ديالو كان خروج خاطئ، ولكن في نهايه المطاف انه لحسن حظه الكره ما شكلاتش خطوره على المرمى ديالو، وبالتالي ضاعت هذه الفرصه على فريق الوداد. ونشاهد كيف ان كل العوامل لعبت لصالح أونداما لكنه لم يستغل الفرصه. محاولة لفريق الرجاء البيضاوي لكن فوق المرمى، ولكن كنلمسوا في المحاولة ديال الرجاء كيخونهم الحظ في العديد من المناسبات، ولكن في الوداد انه كيكون العسكري هو اللي كيوقف سدا مانعا في وجه المهاجمين ديال فريق الوداد. نعم، وكرة مرة أخرى عند فريق الوداد البيضاوي لكن كترجع عند اللاعب ايفونا ضائعه كتمشي عند اللاعب والحاج مازال محتفظ بالكره، كرد عند عادل الكاروشي. محاولات من الجانبين لكن انطلاقه جيده لهذه الجوله الثانيه. الكره عند اللاعب ياجور في محاوله دخول مربع العمليات، ضاعت منه الكره كترجع مره اخرى عند فريق الوداد. هجوم مضاد، انطلاقه لصالح الفريق الودادي عند اللاعب بكاري كوني اللي غيحاول يغير الاتجاه دائما. سعد فتاح عند اللاعب، كانت تسديده ولكن تسديده بعيده بوسط اللاعب أونداما، اللي هذا جانب من الجمهور الرجاوي. لو امكن اننا نشاهدوا صوره ولو في اللحظات اللي تكون فيها الكره واقفه، ان نشاهدوا صوره عن مختلف المدرجات ديال ملعب محمد الخامس حتى نرى الغياب والحضور بين جمهور رجاوي وجمهور ودادي. اذا الكره مره اخرى عند اللاعب الهاشمي عند مابيدي كرة ضائعة تعود مرة أخرى عند اللاعب بكاري كوني في اتجاه أونداما دائما محاولة وقفة قوية فوق المرمى ديال الحارس العسكري. إذا كنظن انه في بعض الاحيان اللاعبين ما كيكونش السرعه اكثر ما كيطيحوا في التسرع، التسرع وما كتكونش المسانده، لانه ملي كيختار هذا الاختيار هذا هو كيكون اخر محطه ديالو، فما كاينش المسانده. انا لاحظ المسانده ما كايناش ديال لاعب اخر من الوسط. نعم، ونشاهدوا كيف انه سدد
بعيد على مرمى الحارس العسكري، ونشاهدوا المحاولة التي كاد من خلالها وكان بإمكان اللاعب أونداما لولا أن الحارس العسكري مرة أخرى. إذا إذا كان فريق الرجاء البيضاوي من خلال المحاولات اللي تحت الفريق الوداد، إذا كان فريق الرجاء ما تسجل إلى هدف راه بفضل الحارس العسكري لمرتين. كان انفراد ديال اللاعب ايفونا، انفراد ديال اللاعب اونداما، ولكن تمكن انه ينقذ الفريق ديالو من اهداف محققه. وتضييع الاهداف ديال الرجاء كيجي من عدم وجود الحظ وعدم التركيز كذلك. نعم. إذا حتى الآن فأحسن هجوم بالنسبة للبطولة الوطنية هجوم فريق المغرب التطواني اللي عنده 28 هدف، يليه الوداد ب 27 هدف، في حين أضعف هجوم هو أولمبيك خريبكا. أقوى دفاع يعود لفريق الدفاع الحسن الجديد ب 9 أهداف، أضعف دفاع الوداد الفاسد سجل عليه 33 هدف. أقل فرق انهزاما هو المغرب التطواني بهزيمتين، وأكثرهم هو فريق الوداد الفاسد ب 13 هزيمة. إذا النادي على مستوى الأرقام المسجلة خلال منذ انطلاق البطولة وحتى الآن ونحن في حدود الدقيقة 24. الكرة مرة أخرى عند فريق الرجاء البيضاوي عند اللاعب الراقي. كنشوفوا في هذه المقابله ما كاينش لي زاتاك بلاصي، وهنا غنهضر لك على الحملات المضاده والحملات السريعه. في بعض الاحيان تلقائيه، يعني من السهل اي فريق يستعمل الحملات المضاده والسريعه، ولكن من الصعب على تكرار الحملات المنظمه وبصيغه مسترسله. كاين عمل كبير في التدريب كتقام، وهنا كان الرجاء الجديده وتطوان لهم العلامه الكامله في تدبير الحملات المنظمه. نعم. وكرة مرة أخرى عند فريق الرجاء البيضاوي، كتضيع هذه الكرة كترجع مرة أخرى، والحكم يعلن عن خطأ لصالح فريق الرجاء البيضاوي أو تماس لصالح فريق الرجاء البيضاوي. اللاعب أو المدرب شريف اللي كان هناك القيل الكثير من الانتقادات، القيل والقال بعد التحاقه مكان المدرب طالب لقيادة فريق الوداد البيضاوي، لكن أكيد أن النتائج الأخيرة ساعدته في، خصوصا أنه النتائج جاءت في ظل الوضعية الخاصة التي كان يعيشها المحيط ديال فريق الوداد البيضاوي. وكرة مرة أخرى عند فريق الوداد عند فريق الرجاء، عند لاعب صالحي. تمريرة جيدة، محاولة خطيرة لفريق الرجاء البيضاوي، تمريرة لكن ضائعة، والهدف الأول لفريق الرجاء البيضاوي في هذه اللحظة بعد أخذ ورد. الكرة تعود للاعب يجور الذي يتمكن من تسجيل الهدف وبصيغة أخرى. فالكرة بغاتو في هذا لأنه بقدر ما أن الكرة ما مشات منه ورجعت له مشات معاه، بقدر ما هذه الكرة أنك مشات ورجعت وتمكن. والفرحة الكبيرة ديال الجماهير الرجاوية اللي بطبيعة الحال بعد تسجيل هذا الهدف تهلل، وفي نفس الوقت حسرة لدى الجماهير الرجاوية، لدى الاحتياطي ديال فريق الجماهير الودادية، لدى الاحتياطيين من فريق الوداد البيضاوي اللي كيستعدوا لدخول هذه المقابلة. وصورة جميلة جدا، أكيد أنها كان بالإمكان أن تكتمل بصور أخرى تكون بالأحمر وليس بالأخضر لجماهير فريق الرجاء البيضاوي. على فيمكن أن نقول أن هذه الاحتفالات قللت بشكل أو بآخر من حجم الغياب، وإن كانت لم تنفيه أو كان شيء من العزاء في هذه الاحتفالات هذو بهذا الشكل هذا وبهذه الصور الجميلة اللي كتعطي الرونق المألوف لهذا الديربي. بالفعل كنا كنتمناو نشوفوا في الضفه الاخرى اللون الاحمر، ولكن شاءت الصدف انه يغيب الجمهور ديال فريق الوداد. نتمنى انه اناشد للجمهور ديال الوداد الذواق ان يعود الى الميادين في اسرع. وكنظن ان الحارس عقيد بقدر ما تالق في هذه المقابله، بقدر ما صد محاولات انه خانوا الحظ في ابعاد هذه الكره، وكان الابعاد ديالو قريب من الرجل ديال اللاعب يجور اللي استغل الفرصه مره اخرى وسجل الهدف اللي اكيد انه سيعطي للمقابله وجه اخر وسيعطينا حماس اخر خلال هذه المواجهات، مواجهه الديربي. الهدف ياتي 10 دقائق فقط بعد بدايه الجوله الثانيه. اذا الكره مره اخرى عند فريق الوداد البيضاوي بالجهه اليمنى عند لاعب
الخالق. وكان انذار للاعب ياجور بعد خلع القميص، انذار لمسجل الهدف. كره مره اخرى لباكاري كوني، باكاري كوني اللي غيحاول يمر لكن ضاعت من الكره، كانت محاوله المراوغه، كترجع مره اخرى وتدخل لاعب المسد اللي كيبعد الكره 5 متر و50 لصالح فريق الرجاء البيضاوي. والفريق الوداد مطالب بالتوفيق ما بين التنشيطين الدفاعي والهجومي والتركيز والتضامن اللي غايب عليه في هذه الجوله. كنظن بانه التطبيق ديال هذا الشيء كله ضروري بالنسبه للوداد لاعطائنا مشهد اخر غير هذا الذي نشاهده. نعم، وكره مره اخرى عند اللاعب مابيدي عند اللاعب ياجور صالحي هناك انطلاقه ديال متولي لكن تاخر كثير، واللي مره ضاعت من الكره، محاوله وتسديدها لكن تمر محاذيه لمرمى الحارس عقيد. اذا نعيش الجوله الثانيه، نعيش احتفالات الجماهير، كانت تسديده بوسط اللاعب الراقي لاعب فريق الرجاء البيضاوي. إذا وعلى ذكر الهدف اللي سجله فريق الرجاء البيضاوي، فهجوم الرجاء يسجل بمعدل هدف فاصل 14 في كل مقابلة، هذا في حين أن الوداد يسجل بمعدل هدف فاصل 22. دفاع الرجاء يستقبل أهداف بمعدل 0.57 في حين فريق الوداد يستقبل بمعدل 0.86. ودائما نعيش احتفالات الجماهير، الكاميرا تعكس لنا الصورة، تعكس لنا كيف أن الجماهير تحتفل بالهدف الذي سجله اللاعب ياجور خلال هذه الجولة مع بداية هذه الجولة الثانية، ويمنح الامتياز لفريق الرجاء البيضاوي حتى الآن. هدف يأتي بعد أن ضاعت فرص لفريق الوداد كما ضاعت لفريق الرجاء البيضاوي. بالنسبه لفريق الرجاء الهم ديالو اللي اصبح في الجوله الثانيه هو التنويع في الهجمات، تارة من الوسط، تارة التوغل من الوسط، وتارة اخرى من الامدادات الجانبيه، وهذا ما اكد لنا القوه ديالو بعد ما انه دخل الوداد هو متوهج في بدايه الجوله الثانيه. شيء اكيد. هذه محاوله كانت بوسط اللاعب مابيدي. نذكر المشاهدين الكرام أن بالنسبة لفريق الرجاء فهو سيستقبل الأسبوع المقبل فريق حسنية أكادير، في حين فريق الوداد يرحل لمواجهة نهضة البركاني. وحسنية أكادير فهو بصم على 5 انهزام على التوالي في تدهور رهيب فريق الحسنية بشكل غريب في الوقت اللي كنعرفوا القيمة والمقدورة الفنية ديال المدرب السيد مديح اللي مدرب كبير. كنلاحظوا أنه النتائج بقدر ما كانت غدا بتسلسل غدا في اتجاه تصاعدي كترجع وكتعود انهزامات بشكل متوالي، اللي كيخلي مجموعه من التساؤلات كيطرح اين الخلل؟ هل داخل الفريق؟ هل في محيط اي وما تشكوا من التحكيم ولكن من خلاف التحكيم. ولكن اظن انه بعض المقابلات اللي شاهدتها ديال فريق حسنية أكادير اكيد انه كان بعض المقابلات ضحيه التحكيم، ولكن بالمقابل هناك فرضيات دفاعيه كتنقصهم بعض الفرضيات الدفاعيه. كنظن بانه الحسنية كون دار دي ريكريتمون كبار على مستوى الدفاع كنت غنرشحها باش تفوز باللقب، ولكن وما نساوش بانه ريكريتمون كيطلب كذلك امكانيه ماديه كبيره. على مستوى الهجوم فهم داروا دي ريكريتمون، كان احسن هجوم في واحد الفتره من الفترات، ولكن بالمقابل ولا كانوا كيسجلوا 27 فكتسجل عليهم 26، وبالتالي بعض الفرضيات ما نقولش بانه تكتيكمون، ولكن بعض الفرضيات بالنسبه لحسنية أكادير تخون هذه التجربه وتخون هذا التوقع الجيد داخل الملعب. نعم، وشيء اكيد اننا دائما نتابع هذه المقابله ونشاهد الهدف الذي تمكن ياجور من تسجيله وكيف الحارس عقيد تعامل مع هذه الكره. اكيد انه كان عندنا جزء كبير من سهل الماموريه ديال اللاعب ياجور اللي هو اللي تمكن من منح هدف السبق لفريق الرجاء البيضاوي. الشيء الجميل عند ياجور هو عنده الاصرار في تسجيل الهدف، رغم انه كيضيع 3 ولا 4 ديال الاهداف فهو دائما كيقلب على الهدف، بالعكس ديال بعض المهاجمين ملي كيضيع 2 ولا 3 فهو كيمشي يتخبع وراء المدافعين. التفاؤل لا كيبقى يتخبع خيفة من تضييع فرص اخرى، ولكن ياجور عنده هذه السمه انه دائما عنده الاصرار والالحاح في تسجيل الهدف. وشيء اكيد انه بين المحاوله اللاعبين اللي كيحاولوا يسجلوا الهدف واللاعبين الذين يخافون من المحاوله على عكس انهم لسبب انهم ما تمكنوش من تسجيل اخرى. اكيد كما شرتي انه اللاعب ياجور باللاعبين اللي دائما عندهم المحاوله البحث عن الهدف والاصرار في البحث عن الهدف
حتى يتأتى. كرة لفريق الوداد البيضاوي، تغيير الاتجاه الجهه اليسرى عند اللاعب المسلي، ما تمكنش من الكرة وكتمشي تماس لصالح فريق الرجاء البيضاوي في التنفيذ اللاعب متولي. بالنسبه للفريق الوداد عندهم تقنيات واحده في انهاء العمليات، خاص انه التنويع في هذه التقنيات. كاين المراوغه، كاين التوغل، كاين لي زيندو، كاين البحث عن لي زانترفال، كاين دي دوبلومون، كاين لي كورس كروازي. ما كنشوفوا الا وحده ولا جوج عند الوداد، وبالتالي التنويع في هذه الهجمات خصها تخدم في التدريب باستمرار. نعم، وكرة مرة أخرى لفريق الوداد، كانت فكرة جيدة وكان محاولة تمرير لأنه كانت انطلاقة في الجهة اليسرى، لكن الكرة كترجع مرة أخرى عند لاعب ياجور. محاولة أخرى لفريق الوداد الرجاء البيضاوي، لكن كرة ضائعة وفرصة ضائعة لفريق الرجاء. أسهلها يضيعها وأصعبها يسجلها، وشيء أكيد أنه مرة أخرى والحارس أكيد اللي ما تصداش الكرة سهلة تمكن أنه يسد هذه الكرة ويقوم بدور جيد في إنقاذ مرمى من هدف الثاني كان سيكون قاتل لو سجل في لأنه في واحد المرحلة حساسة من اللقاء وكنت سجل ربما غادي ينهاروا لفريق الوداد معنويا. نظن بأنه كان في صالحهم هذا التضييع، ولكن ما نراه هو الطريقة اللي التمرير الجيد اللي كانت التمريرة ديال اللاعب متولي اللي كانت على الصدر ديال اللاعب، اللي كمل هذه الجمالية ديال التمريرة هو الكونترول اورينتي بالصدر فالاتجاه وغادي الكرة الاتجاه الآخر، وهذا هو الميزة ديال المهاجم الحريفي المعاصر. بالفعل المعنى اللي اذا تبقى النتيجه دائما هدف صفر، ونشاهد ولو انه ربما يجور تعامل مع الكره بثقه زائده. بالفعل اذا كره مره اخرى عند فريق الوداد البيضاوي. حتى على مستوى الضغط لو بريسينغ ما كاينش في هذه المقابله، لا فريق الرجاء ولا فريق الوداد ما دايرينش واحد الضغط. لاحظ هنايا حامل الكره ما كيخرجش عنده فريق الرجاء بسرعه واللي ربح النزالات، لا فريق الوداد ولا فريق الرجاء ما دايرينش لو بريسينغ اي الضغط على حامل الكره في هذا اللقاء. اذا محاوله مره اخرى لفريق الوداد البيضاوي، مجموعه من المدافعين كنظن انه من الصعب، ولكن الحارس العسكري تمكن من الكره. بالنسبه للمشروع الدورة المقبلة هناك البرنامج المحتمل ديال هذه الدورة أنه فريق النهضة البركاني يستقبل فريق الوداد يوم السبت، ويوم السبت أيضا يستقبل فريق الرجاء حسني تقادير، في حين أولمبيك فريق يستقبل الكوكب المراكشي. يوم الأحد الجيش الملكي يستقبل الجمعية السلوية، وأولمبيك هذه محاولة لفريق الوداد البيضاوي لكن كتخرج ركنية. إذا أولمبيك سوف يستقبل الفتح الرباطي، وشباب ريف الحسين يستقبل الدفاع الحسن الجديد، في حين فريق الوداد الفاس يختم لقاءات الأحد ضد النادي القنيطري. وآخر مقابلة عن الدورة المقبلة ستكون يوم الأحد، المغرب التطواني يستقبل المغرب الفاسي على الساعة 7 مساء. إذا ركنية لفريق الوداد البيضاوي، ضربة رأسية وتمر محادية. أبرز فرصة لفريق الوداد خلال هذه الجولة الثانية، وكادت أن تعطي الهدف. المشاهد كانت هذه المحاولة باللاعب اللي دخل كاحتياطي خلال هذه الجولة الثانية، نشاهد أنها مرت ليس ببعيد عن مرمى الحارس العسكري. إذا كانت أبرز محاولة لفريق الوداد البيضاوي بواسطة اللاعب زهيد زكريا. كرة مرة أخرى عند فريق الوداد، العنصر النسبي أيضا حاضر خلال المقابلات، وكنظن هذه الصورة اللي نبغيو نشاهدوها دائما في المقابلات ديال كرة القدم، نشاهدوها على مستوى المقابلات، يكون حضور الأطفال، العنصر النسوي، النساء، كل الفئات العمرية بطبيعة الحال، في غياب الكلمات النابية، الكلمة. وأنا أظن أنه ملي كيكون شيء من الحضور يعني أنه راه كاين واحد الجو اللي هو سليم والجو عائلي إن شاء الله، القول كما كان في السابق في كرة القدم الوطنية. إذا محاولة مرة أخرى لفريق الرجاء البيضاوي بواسطة اللاعب ياجور اللي كيقذف، لكن تمشي محاذية للمرمى. ولا لاحظتي معايا فهناك خلل كبير على مستوى الدفاع، على مستوى التغطية بالنسبة للوداد، على مستوى الرقابة الفردية. فربما هنا كتغيب في هذه اللحظات، ولا ما استغلاش فريق الرجاء، فربما غيدوزوا من هذا لامباس يمكن يدوزوها بسلام فريق الوداد. نعم شيء أكيد. إذا الكرة مرة أخرى عند فريق الوداد اللي يحاول أن يجد المنفذ أن يعادل النتيجة،
وسنرى هل سيتحقق ذلك ام ان فريق الرجاء البيضاوي سيتمكن من اضافه اهداف اخرى. اذا المحاوله لكن تدخل اللي كان ديال فريق الرجاء البيضاوي بالضبط للاعب دريسا كوليبالي اللي كيبعد الكره كتمشي على اللاعب متولي انطلاقه جيده صراع مع اللاعب المصري كبداع ترجع الفريق الوداد البيضاوي. الوداد البيضاوي تمريره جيده اللي كانت في اتجاه اونداما لكن مره اخرى تعود لفريق الرجاء البيضاوي عند اللاعب كوكو عند الصالحي تمريره جيده لكن كان هناك المدافع الوداد اللي كان اسبق وتمكن من الكره. كنظن بانه متولي استنزف الطاقه البدنيه ديالو ونتمنى انه رشيد شو ما كانش ما ساهمش في هذا الاستنزاف ديال الطاقه البدنيه ديالو. نعم ومحاوله لفريق الوداد لكن الكره تخرج تماس دائما للوداد البيضاوي. بالنسبه غيكون متفق معايا المعيد البدني ديال الرجاء ولا ديال الوداد فنحن في فتره من الموسم انه لانتونسيتي كترتفع ولو فوليوم كينقص اذا خص احترام لا شارج دو ترافاي. كنظن بانه في هذه اللقاءات المحاولات اللي فيهم 5 ثواني هي اللي غتكون فيها مؤثره بالنسبه للهجومات ديال اي فريق في البطوله. إذا الكرة مرة أخرى لفريق الوداد انطلاقة جيدة لكن تضيع الكرة كانت بوسط لاعب زهيد ضاعت من الكرة الحكم خلال الامتياز ومحاولة جيدة لفريق الرجاء البيضاوي رأسا لراس والحارس عقيد كررها العاية ديال متولي خلاك يخرج على المقابلة بالتركيز ديالو. إذا كنظن أنه اللاعب متولي وكنظن خاص تغيير ديال متولي كان لوحده أمام الحارس عقيد اللي تألق الحارس عقيد وقد مرة أخرى المرمى ديالو بالهدف. ملي كيكون العياء السي حسن كيكون العياء كتغيب مع التركيز لا كورديناسيون كيكون لا موتريسيتي ديال اللاعب كتغيب وبالتالي جاء الوقت فين تغيير متولي اللي ما كيرجعش الان دفاعيا لمساندة الفريق. نعم ونصل الى الدقيقه 69 محاوله لفريق الوداد البيضاوي لكن ضائعه. صراع الكره بين اللاعب الصالحي واللاعب الخالقي والحكم ربما يوجه انذار للاعب الخالقي. اذا كنظن بالفعل انذار للاعب الخالقي بعد هذا التدخل. والان كنشوف متولي كيطلب المسامحه من جميع الاعضاء ديال الطاقم التقني وكذلك اللاعبين. نعم وكنظن انه ضيع فرصه لا تضيع. اذا نشاهدوا مره اخرى التمريره الجيده في اللاعبين ديال فريق الوداد اعتقدوا انه في وضع تسلل. اذا ما يمكنش تلقى احسن من هذه الوضعيه لتسجيل الهدف لكنه اراد ان يبدع اراد ان يتفنن وربما بحث على الحركه الفنيه اكثر ما بحث على الواقعيه والبراغماتيه في التعامل اي تسجيل الهدف لفريقه. وكما ذكرت انه ربما هدف سيكون عنده وقع على فريق الوداد وفي توجيه مسار المقابله. ومن الملاحظ لسعيد فتاح ديال فريق الوداد ولا اللاعب متولي ديال فريق الرجاء يريدون كسب عطف الجمهور بالحركات الفنيه ولكن بهذا يبحثون على غضب البنزرتي والشريف في المقابل التقني والتقني. اذا نشاهدوا مره اخرى. اذا ولا كان غيكون فيها الودود هذه العمليه وكنظن بانه الخالقي في الجهه اليمنى ربما هو اللي يمكن كسر عمليه هو الخالقي في الجهه اليمنى. وتغيير سيكون او عوده اللاعب الهاشمي للمقابله بعد تلقي العلاج. الكره مره اخرى كترجع عند فريق الوداد البيضاوي الدقيقه 70 20 دقيقه من عمر الديربي السادس عشر بعد المئة. محاوله جيده اللي كانت كنقولوا نشاهدوا الاحصائيات على مستوى البطاقه الصفراء 3 للرجاء كما 3 للوداد. اذا في العديد من النقاط نجد ان هناك تعادل بين الطرفين بين الوداد والرجاء. لا مستوى نتيجه المقابله تقدم لفريق الرجاء بهدف ل0. هدف كان من توقيع اللاعب ياجور. اذا الكره مره اخرى عند فريق الرجاء لكن الحكم يطالب بإعادة تنفيذ 5 متر و50 وسيطالب الحارس العسكري بالإسراع في تنفيذ الكرة أو تنفيذ 5 متر و50 لأنه العسكري كما يحاول أنه يكسب شيء من الوقت
نتيجه في صالح فريق الرجاء البيضاوي. اكيد حتى في تضييع الوقت هو استفزاز للفريق الاخر وتحطيم معنويات المعنويات. اذا الكره مره اخرى عند فريق الوداد البيضاوي. نذكر المشاهدين اننا نعيش دائما ديربي البيضاء عن الدوره 24 تفوق رجاوي، وخلال الهدف سجل في العشر دقائق او بعد 10 دقائق على بدايه الجوله الثانيه من هذه المواجهه. الكره عند لاعب الراقي اللي كيمرر دائما اللاعب، ولا قلت انه كتنعدم الضغط في هذا اللقاء لا بالنسبه للوداد ولا بالنسبه للرجاء. والهدف ومحاوله لفريق الوداد البيضاوي خطيره هذه المحاوله، تسديده لكن كتصدى لها. وقلت ما كاينش تنويع في الهجمات ديال الوداد، نفس الطريقه باش كيهددوا الفريق العسكري هي نفسها اللي كتكرر كل مره. اذا دائما النتيجه المسجله هدف ل0. كرة عند اللاعب الخالقي، تمريره خاطئه كترجع مره اخرى لحسن حظ، مشات عند اللاعب الودادي لكن اللاعب دريسا كوليبالي يبعد الكره في اتجاه اللاعب ياجور اللي يتمكن من الكره، ما تمكنش، كتمشي عند اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي. عند هذيك الميزه الخاصه اللي كانت عند فريق الرجاء هو انه كيمزج ما بين التمريرات القصيره والطويله، وكتباشر التمريره الطويله. ما شفناش في هذا اللقاء فريق الرجاء اعتمد على الحملات المضاده والسريعه اكثر من لي زاتاك بلاسي وعلى التمريرات القصيره والطويله. ونذكر هذا ان الفريق الوداد البيضاوي لم يستفد خلال الجوله الثانيه من خدمات لاعبه رابح وعوضه اللاعب زهيد. هذا كان التغيير الوحيد خلال هذه المواجهه في انتظار التغييرات التي سيعتمدها كل مدرب في محاوله لربح الوقت، في محاوله لتوجيه المقابله، في محاوله لتغيير وجه المقابله، سواء بالنسبه للفريق المنتصر للحفاظ على النتيجه او المنهزم ومحاوله الخروج وتدارك الموقف. اذا الكره مره اخرى عند فريق الرجاء البيضاوي، الكره كترجع مره اخرى عند اللاعب عطوش، وكيبان لي حتى في الاونه الاخيره ان مابيدي ما قدرش انه يسير الايقاع المقابله، الرجوع الدفاعي ما كيتمش. داكشي علاش متولي ومابيدي كيتبدلوا وكيتناوبوا على هذا المركز هذا. وحتى بعض اللاعبين لاحظنا عليهم العياء بالفعل ضماني لاحظنا كيتحرك كثير وعلى مستوى رقعه الملعب. وهذه محاوله لفريق الوداد البيضاوي، تمريره في اتجاه المرمى لكن بعيده عن المرمى ديال الحارس العسكري. تماس غينفذوا اللاعب عادل كروشي، واللاعب برزوق يستعد كما يستعد اللاعب السليماني. اللاعب برزوق الذي يحاول العوده بقوه للميادين بعد فتره توقيف 6 اشهر التي قضاها يحاول العوده لوضعيته كهداف. وفي الاتجاه الاخر كنشوفوا اونداما واللاعب ايفونا، فهما تقلص المردود ديالهم البدني والتقني والتكتيكي، وربما ولا تغيروا فهما غيكونوا الاقرب للخروج. نعم، وما نساوش انه بالنسبه لهذه المقابله مقابله الديربي انه الفريق المنتصر، اللاعبين ديال الفريق المنتصر كل لاعب كينتظر منحه اللي غتكون كانت تحفيزيه بالنسبه لهذه المقابله، لانها مقابله خاصه بالنسبه لفريق الوداد كما بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي. اذا الكره مره اخرى عند فريق الوداد، تمريره في اتجاه مربع العمليات والحارس العسكري خطيره. كان هناك سوء تفاهم بين اللاعبين ديال الدفاع ديال فريق الرجاء، وكان وخروج مره اخرى. كره لفريق الوداد، ما كاينش خطا، محاولات وفي هجوم مضاد. الحكم ماذا يقول خطا لصالح فريق الوداد البيضاوي على مشارف مربع العمليات، والتنبيه كان من الحكم المساعد الثاني هو اللي نبه الخطا، واشاره الحكم نشاهدوا انه بطبيعه الحال كيشكر الحكم المساعد على الانتباه ديالو لهذا الخطا اللي كان على مشارف مربع العمليات. ونشاهدوا من خلال الاعاده وكيف جاء الخطا، كانت لمسه يد يقول من خلال حركه اللاعب الخالقي. اذا من سينفذ الخطا؟ اظن انه الاقرب للتنفيذ هو لاعب يجيد الرجل اليسرى، ولكن هناك بالامكان ان تكون حتى تمريره لمربع العمليات وتغيير في صفوف فريق الرجاء البيضاوي. الوداد اذا الوداد البيضاوي عفوا، التغيير الثاني
اللي كان خلال هذه المقابله. وهناك اعداد احد لاعبي فريق الرجاء لدخول كما قلت انه مابيدي ولا متولي هما الاقرب للخروج لانه كيتناوبوا على المركز وبنفس الوقت تقاعسوا في المردود ديال المقابله. اذا كره مره اخرى لفريق الوداد البيضاوي، ضربة خطأ على مشارف مربع العمليات غتشكل خطورة على مرمى الحارس. إذا هناك في التنفيذ، إذا ضربة خطأ وربما مدافع ودادي هو الذي أبعد الكرة وقام مقام اللاعبين الرجاويين. إذا اللاعب الخالقي بعد إذا اللي خرج اللاعب مالك ودخول اللاعب يونس الحواصي. إذا يونس الحواصي هو اللي دخل خلال هذه الجولة الثانية. ودائما نتابع مقابلة فريق الوداد البيضاوي والرجاء. النتيجة المسجلة حتى الآن هدف ل0 لصالح فريق الرجاء البيضاوي. نحن في الدقيقة 78. لاعب وتغيير أيضا في صفوف فريق الرجاء، خروج اللاعب صالحي ودخول لاعب الحافظي. صالحي اللي قام بدور جيد، 5 تمريرات ديالو اللي كتكون تمريرات حاسمه في بعض الاحيان. هو اللي كينجح داك لي باس في الانترفال بالنسبه للرجاء. نعم. كره مره اخرى عند فريق الرجاء البيضاوي، عند اللاعب مابيدي عند المتولي، وتمريره خاطئه اللي كتعطي 5 متر و50 لصالح فريق الوداد البيضاوي. نقترب من الدقيقة 80، نقترب من 10 دقائق الأخيرة، 10 دقائق الأخيرة التي تكون الضغط فيها كبير على الفريق المنازل كما على الفريق المنتصر وعلى المدربين كيفية تدبير هذه المرحلة من المقابلة. وتغيير آخر في صفوف فريق الرجاء البيضاوي، سيكون هناك دخول اللاعب بورزوق وخروج اللاعب ياجور. إذا لاحظوا أن مدرب غير مدرب مهاجم بمهاجم وما راقوش هذا التغيير ياجور، ونظن بأنه المخرج غيعاود لنا اللقطة اللي داروا فيها واحد الإشارة بأنه ما راضيش على الخروج اللاعب ياجور. نعم. إذا ياجور اللي هو مسجل الهدف، هدف الانتصار حتى الآن لفريق الرجاء البيضاوي. إذا دخول اللاعب مرزوق حتى الآن تغيير أماكن وليس تغيير توقعات. بالفعل فنفس النهج ولكن بتغيير مركز بمركز. إذا الكرة مرة أخرى عند فريق الوداد البيضاوي، كوكو لم يتمكن من الكرة وتباس لصالح فريق الوداد البيضاوي. بالنسبة هذه الدورة هي الدورة كما قلت في الاول 24. فالفروق ما كيضغطوا شيء، ما كيربحوش النزالات بكثره وما كيتحولوش بسرعه للهجوم، وهذا هو المبتغى الاول من الضغط. فالضغط ملي كيغيب معه ربح النزال، كيغيب عليه التحول بسرعه للهجوم، وهذا ما لمسناش في هذه المقابله بالنسبه للفريق. للجوله الثانيه اكيد ان شاهدناها احسن من الجوله الاولى. كاين ايقاع كبير، كاين ايقاع، وكنا قلنا في التحليل ما بين الشوطين انه الفريق اللي غادي يرفع من الايقاع هو اللي يكون الفريق الاقرب للفوز. فريق الرجاء رفع الايقاع بالحملات المضاده ونجح انه يسجل فيها اهداف، وكان غيسجل من حملات مضاده اخرى هدف او هدفين. وبقيه برنامج هذه الدوره، فاذا كانت المقابلات جوج المقابلات لعبت بالامس، نادي القنيطري المغرب الفاسي هدف ل0 لصالح المغرب الفاسي، وهدف ل0 ايضا لصالح اولمبيك خريبكا امام حسن تاكادير بمدينه اكادير. فاليوم تجرى او انطلقت ابتداء من الساعة الثالثة مقابلة الدفاع الحسن جد النهضة البركانية. الجمعية السلامية تستقبل شباب الريف الحسيمي في نفس التوقيت، ولقاء الذي نتابعه الآن إضافة للقاء فريق الفتح الرباطي ضد المغرب التطواني الذي سيجرى انطلاقا من الساعة 6 مساء، في حين بقية اللقاءات ستجرى يوم الاثنين. ويوم الاثنين وداد فاس يستقبل الجيش الملكي، في حين الجيش الذي سيرحل لمواجهة وداد فاسي أحد الفرق المؤخرة، وسيرحل الأسبوع المقبل لمواجهة الجمعية أو سيستقبل الجمعية السلوية أيضا من الفرق التي تعاني ومهددة بالنزول. في حين اللقاء الشبه محلي بين فريق الكوكب مراكشي وأولمبيكا سفي سيجري أيضا يوم السبت ابتداء من الساعة 7 بالمركب الكبير لمدينة
مراكش. الكره عند فريق الوداد البيضاوي بالضبط عند اللاعب الخالقي اللي ما تمكنش من التمرير. كترجع مره اخرى. الدقيقه الثانيه والثمانين، دائما هدف لصفر. الحماس اللي شاهدناه خلال هذه الجوله الثانيه بدا كينقص خلال هذه اللحظات من مع قرب نهايه المقابله. وفريق الرجاء هو اللي كيتحكم دابا في الايقاع، لانه هو اللي كينزل الايقاع باش يقلل من الخطوره ديال الفريق. نعم، والحارس العسكري يتمكن من الكره. وبالمقابل فريق الوداد خصو يبحث على السرعه والاستغلال الزمان والمكان، لانه هذا الشيء كله كيتطلب التفكير بسرعه وانه يقرر بسرعه، ولكن هو صعب في نهايه اللقاء لانه الطاقه البدنيه والذهنيه قد استنزفت. نعم، ويمكن نشير انه بالنسبه لو فريق الرجاء حقق الانتصار اليوم سيصبح رصيده 36 نقطه مع مقابلتين ناقصتين، في حين الوداد سيبقى رصيده الرجاء سيصبح 36 نقطه مع مقابلتين ناقصتين، في حين الوداد الذي كان رصيده 35 نقطه سيبقى بنفس الرصيد، لكن مع مقابله ناقصه واحده ستجرى الاربعاء المقبل، سيستقبل من خلالها فريق الدفاع الحسني الجديد. إذا كرة لفريق الرجاء البيضاوي، محاولة بوسط لاعب كوكو دائما محاولة لكن ضائعة. إذا كترجع مرة أخرى عند فريق الوداد البيضاوي وتماس. إذا تماس لصالح فريق الرجاء، بل على العكس يقول الحكم لصالح الوداد. الكرة عند اللاعب أونداما مازال محتفظ بالكرة، تمريرة جيدة دائما، محاولة داخل مربع العمليات، ما كاينش خطأ لأنه الحكم كان قريب من العملية. وكترجع الكرة حتى الآن كما شرط يعسو أنه فريق الرجاء البيضاوي يحاول تهدئة اللاعب، يحاول قدر الإمكان أن يلعب بالطريقة التي تريحه حتى لا يكون في وضع صعب بطبيعة الحال خلال الدقائق الأخيرة، خصوصا أن النتيجة المسجلة تعطيه التفوق. هذه محاولة لفريق الوداد البيضاوي، إذا محاولة ضائعة اللي كادت أنها تعطي الهدف. كنشاهدوا أنه بقدر ما كاين تهاون ديال الدفاع فريق الرجاء، وحتى لافريشور فيزيك ديال الحواس اللي يدخل أنه خلات أنه عايش مع اللقطة وكملها حتى نهايتها. ودعوات من المشجع الوداديه. نشاهدوا الحسره اللي باديه على الوجه ديالها بطبيعه الحال، والتعابير التي تعكس الاحساس في الوقت اللي كان فريق الوداد البيضاوي انه بامكانه ان يسجل هدف التعادل في هذه اللحظه، لكن ضيعت الفرصه بواسطه لاعب يونس الحواصي اللي دخل خلال هذه الجوله الثانيه. يونس الحواصي يضيع على فريق الوداد البيضاوي فرصة سانحة للتسجيل. خمسة 85 دقيقة، دائما هدف لصالح فريق الرجاء. الكرة مرة أخرى عند لاعب سديدة لكن كانت ضعيفة وبالتالي ضاعت الفرصة، كانت بوسط لاعب متولي وكتمشي في يد الحارس عقيد. مرة أخرى هجوم مضاد لفريق الوداد البيضاوي من الجهة اليمنى، هناك جوج لاعبين فقط ديال فريق الوداد وأيضا 4 لاعبين أو 5 من فريق الرجاء، والحكم يقول خطأ لصالح فريق الوداد البيضاوي. إذا خطأ قريب من مربع العمليات. من الفرص اللي كتشاهدوا كيف كان الخطا ديال اللاعب الراقي، وكانت عمليه شد ولست ادري لماذا الحكم ما وجدش اي انذار اللاعب الرقيب مرتكب هذا الخطا. علائيا خطا لصالح فريق الرجاء، عدد اخطاء كما شاهدوا 13 مقابل 15 13 للفريق المحلي اللي هو الوداد و15 للفريق الزائر لفريق الرجاء البيضاوي. وسينفذ اللاعب الكحل ياسين سينفذ ضربة الخطأ، كانت تشكل خطورة على مرمى الحارس العسكري، واكيد انه المدرب شريف ما كانش عنده لاعب اللي كيجيد اليسرى، لذلك اعتمد على خدمات اللاعب الكحل. بالفعل
إذا محاولة مرة أخرى وإصابة اللاعب الهاشمي. الاحصائيات الاخيره اللي دات على مستوى التقنيون الكبراء في هذا الميدان ديال كره القدم، انه الاحصائيات اكدت انه 86% من يسجل الاول يكون له الحظ في نتيجه ايجابيه. كاين هذه الاحصائيات، ربما الوداد قد يكذب هذا المعطى ويسجل هدف التعادل في اخر المقابله، ولو سجل الهدف في اخر لحظات. الان بين الشك والحقيقه غتبقى ديك 14% هي اللي كنعيشوها. اذا الشك والحقيقه انه الان المقابله الانتصار بهدف ل0 لفريق الرجاء البيضاوي او انتصار الفريق الاخر يعطينا التاكيد بانه ليس هناك اتفاق، ولكن لو حتى استطاع الفريق وبمجهود ديالو تمكن من تسجيل التعادل سيقال نفس ما يروج الان بانه المقابله متفق على نتيجتها مسبقا بين الطرفين. على اي نتمنى ان نشاهد خلال ما تبقى من وقت اهداف اخرى للفريقين. وكنلاحظ بانه فريق الرجاء كينوب المقابله بالطريقه ديالو هنايا كاين تسلل وعوده بالتسلل. اذا عوده بالتسلل ديال اللاعب الحافظي. كره عند اللاعب بكاري كوني. حتى الان فريق الوداد منوع من خلال التمرير الجهه اليسرى واليمنى الخالقي في اتجاه المربع. دائما محاوله كنظن انه غيتمكنوا من اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي بالفعل دائما محاولات تمرير في اتجاه مربع العمليات. وفي نهايه المطاف اللاعب عادل كانوشي يتمكن من هذه الكره وينقذ مرماه من هدف محقق. كرة مرة أخرى عند فريق الرجاء البيضاوي عند لاعب بورزو، تمريرة الجهة اليسرى عند عادل كاروشي عند اللاعب الراقي ضائعة. تعود مرة أخرى صراع الكرة، محاولة لفريق الرجاء البيضاوي بوسط لاعب متولي داخل مربع العمليات. هناك في تموضع جيد، كرة خطيرة ولكن كان هناك تصدي في آخر لحظة. مدافع أو مهاجم رجاوي هو الذي حال دون الهدف ربما لفريق الرجاء البيضاوي. كانت تسديده وكانت عملية جيدة أمام حسرة المدرب البنزرتي على ضياع فرصة أخرى قبل نهاية الجولة الثانية من الوقت القانوني من الجولة الثانية. ربما الانتصار غادي يقوي الحظوظ ديال فريق الرجاء نحو الفوز باللقب. شيء اكيد، ولكن كما شرع انه فريق الرجاء البيضاوي بهذا الانتصار سيصبح رصيده 36 نقطة مع مقابلتين ناقصتين. فريق الوداد سيبقى برصيد 35 نقطة بعد هذه الهزيمة. الشيء الايجابي للرجاء نهاية المقابلة، الشيء الايجابي للرجاء عندهم مقابلتين ناقصتين وفريق الوداد عنده مقابلة ناقصة فقط. هذا بالنسبة للوضع الحسابي، لكن في ذات الوقت هناك فرق أخرى تنافس على اللقب. هناك مجموعة من الفرق، نذكر المغرب التطواني المحتل المركز الأول، كوكب البراكوشي. هناك أيضا حسني تقدير كان ينافس لولا تراجع الأخير والهزائم الأخيرة. لست أدري هل ستثنيه عن مواصلة الصراع. و4 دقائق كوقت بدل ضائع. لا ننسى أيضا فريق الفتح الرباطي اللي أيضا في صمت يزحف نحو المقدمة، يربح النقاط بحثا عن تتويج على مستوى البطولة. ومحاولة جيدة، كاد متولي أن يخدع الحارس عقيد، شاهده متقدما وكان بالتالي حاول أن يخدع الحارس عقيد ويحرز الهدف الثاني خلال هذه المواجهة. وربما البزاتي غادي يقلب على تغيير تكتيكي أكثر ما هو شيء آخر، لأنه في 4 دقائق مازال له عنده خيار ديال تغيير آخر، وربما غيلعب عليه لتضييع بعض الوقت. وكرة مرة أخرى عند فريق الرجاء البيضاوي عند اللاعب الهاشمي اللي مازال محتفظ بالكرة. دائما محاول لاعب الحافظي كترجع مرة أخرى للوراء.
الحارس العسكري. فريق الرجاء الذي يحاول كسب الوقت للحفاظ على النتيجة، فهو راضي بهدف ل0 فقط يحاول الحفاظ عليه، وربما إن جاء من خلال الهجومات المضادة هدف آخر فأظن أنه لن يرفض هذه الهدية في وقت فريق الوداد يحاول أن يستغل ما تبقى من الوقت لعله يفلح ويدرك هدف التعادل خلال هذه المواجهة. كرة مرة أخرى عند فريق الوداد البيضاوي الذي ينطلق في هجوم مضاد تمرير الجهة اليمنى، واغلبيه الهجومات ديال فريق الوداد تكون من الجهه اليمنى. المسله يجيد الرجل اليسرى، وبالتالي هنا علاش الولجي الغياب ديالو كان ربما لفت لي النظر، لانه هجوميا الولجي احسن بكثير من المسن دفاعيا فهو اجود من الولجي. اذا اللاعب المسن اللي كان في الجهه اليسرى متحرك كثير على مستوى فريق الوداد البيضاوي، حتى اللاعب الحواسي اللي دخل الان هو حرك الهجوم. ومحاوله اخرى لفريق الرجاء البيضاوي، باصت لاعب متولي امام اللاعب الحارس عقيد، ويتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفريق الرجاء البيضاوي في حدود الدقيقة 93. هدفين ل0 لفريق الرجاء البيضاوي. إذا الهدف الأول كان من توقيع اللاعب يجور في الدقيقة 55، والهدف الثاني ربما أن الزاوية كان في الدقيقة 93. الزاويه كتختلف ولكن بنفس الطريقه، لانه الوهله الاولى كتصطدم في الحارس وكترجع عند ياجور، والهدف الثاني كتصادم في الحارس وكترجع عند متولي في المسا الثانيه والانفراد بالحارس. بالفعل ولاحظنا انه ربما الدفاع ديال فريق الوداد البيضاوي سمح للمهاجمين ديال فريق الرجاء انهم ينفردوا بالحارس اكثر من مره، سواء خلال الجوله الاولى او خلال الجوله الثانيه، وبالتالي تمكن الحارس عقيد من انقاذ بعض الفرص ولم يتمكن من انقاذ اثنين، وبالتالي كانت الاهداف لفريق الرجاء. ونشاهدوا التمريره جيده ديال اللاعب بورزوق اللي هذه المره ما ضيعاش اللاعب متولي وسجل الهدف الثاني. بالنسبه للجوله الثانيه كانت البدايه ديالها وداديه، ولكن سرعان ما عاد الرجاء للواجهه. الهدفان ديال الرجاء جاء نتيجه حملات مضاده، انعدام الضغط على حامل الكره كان السمه البارزه في هذا اللقاء، التنويع في الهجمات كان منعدما. تاكدنا السي حسن اننا لم نعيش مسرحيه مفبركه، ولكن عشنا مباراه رياضيه محضه بكل المقاييس، كانت نتيجتها مريره للوداد وساره للرجاء. وسيكون هناك تغيير، خروج اللاعب مابيدي، تغيير في صفوف فريق الرجاء، كنظن انه تغيير فقط لربح الوقت. اللاعب بانون يدخل مكان اللاعب مابيدي لربح الوقت بالنسبه للمدرب، لانه استنفذنا الوقت القانوني او الوقت بدل الضايع عفوا 4 دقائق. فريق الرجاء يفوز خلال الديربي السادس عشر بعد 100 هدفين ل0، وبالتالي ننتظر نهاية المقابلة وصفارة الحكم سيد جيد لتأكيد وإعلان فريق الرجاء فائزا بهذه المواجهة وحيازة 3 نقاط ليصبح رصيده 36 نقطة مع مقابلتين ناقصتين. تجمد رصيد فريق الوداد البيضاوي في 35 نقطة. فريق الوداد يستقبل الاسبوع او الرجاء يستقبل الاسبوع المقبل حسن تقدير، والوداد يرحل لمواجهه النهضه البركانيه. اهم ميزات المقابله مقاطعه جانب من الجمهور خصوصا الوداد لهذه المقابله، وبالتالي لم يكن الحضور بالشكل المنتظر الذي اعتدناه خلال لقاءات الديربي. 50,000 60,000 الى 70,000 متفرج شاهدنا، وما يمكن ان نقول اننا امام 20,000 الى 30,000 متفرج حاضر. ما ميز هذه المقابله هو انه الجماهير الرجاويه تميزت على مستوى التيفو، على مستوى الجهه اليمنى من مركب محمد الخامس بشعاراتها اللافتة للانتباه، وبالتالي اللي اعطت واحد الرونق لهذه المقابله. بسرعه نمر للزميل مصطفى طلال الذي يستضيف اللاعب ياجور.